يسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج إشراق سورية. بنتمنى لكم يوم جميل ورائع ومليء بالطاقة الإيجابية. يسعد صباحك زاهر. يسعد صباحك دانا، وصباح الخير لكل مشاهدينا مشاهدي الإخبارية السورية. حلقتنا اليوم غنية ومتنوعة. رح نبداها اليوم مع المهندس رامز قزيز، الشاب السوري اللي حصل على جائزة أفضل مشروع IT في بروكسل، وبعدها رح ننتقل مع الدكتور سامر رحال من المؤسسة الألمانية السورية للأبحاث لحتى نتعرف على مشروعهم للكشف عن المقابر الجماعية عبر تحليل DNA. وأيضا شو عنا مشاهدينا بفقرتنا الطبية مع الدكتورة بيداء إبراهيم يلي رح تشرح لنا عن الورم الليفي عند السيدات وكيفية اكتشافه وعلاجه. ومن الجانب النفسي رح يكون معنا الدكتور عامر الحاج ليعرفنا على عقدة الناجي والشعور يلي بيعيشوه كتار من السوريين يلي نجوا من الحرب. وأكيد كل هدول العناوين وأكثر حيكونوا معنا بحلقة اليوم من إشراقة سوريا. خلونا مشاهدين نتابع تصبيحتنا من محافظة القنيطرة وبعدها راجعين. صباح الخير من محافظة القنيطرة مع إشراقة سورية. أكيد صباحكم خير مشاهدينا، وصار وقت نروح لنشوف كيف رح يكون الجو والطقس بسوريا خلال 24 ساعة القادمة، ويا ترى هل في تغييرات مناخية قادمة ولا لا؟ شوب دانا، ما في تغييرات. الشوب حاضر معنا في كل وقت وفي كل مكان، وحتى نعرف مشاهدينا كل تفاصيل الأجواء في سوريا. صار معنا عبر الهاتف الباحث في المناخ والبيئة المهندس أنس الرحمون. يسعد صباحك أستاذ أنس. أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم. صباحك يا رب. يسعد صباحك أستاذ أنس. يعني خلينا بس نعرف أو تخبرنا كيف رح يكون الطقس لليوم يا ترى. نعم، كما تلاحظون وكما بدأ هذا الصباح، بدأ حقيقة مع درجات حرارة مرتفعة على جميع الأرجاء السورية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم ستكون أعلى معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ب4 إلى 5 درجات مئوية، ويأتي ذلك بعد مشيئة الله تعالى بفعل كتلة هوائية حارة ستتعمق اعتبارا من اليوم أكثر وأكثر في أجواء المنطقة. تصل ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة نهار الاثنين مع انتشار السحب العالية والرقيقة في الأجواء. حقيقة السحب ستعطي شعورا بالضيق المتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. تدوم هذه الحالة خلال الساعات 48 القادمة. الانخفاضات بإذن الله ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء، تصبح أوضح الأربعاء والخميس والجمعة، لنعود الأجواء اللطيفة نهاية الأسبوع بمشيئة الله. طيب أستاذ أنس، تحدثت أو ذكرت أنه في كتلة هوائية أو كتلة ساخنة جاية على سوريا. من وين قادمة هي الكتلة اللي عم تسبب لنا هذا الشوب؟ نعم، خلال فصول الصيف سنعتاد على قدوم الكتل الهوائية الحارة من أكثر من مصدر. هناك المصدر الصحراء العربية الكبرى، وهي التي ترافق عادة مرتفع الجو شبه المداري العلوي. أيضا هناك كتل هوائية حارة ستترافق عادة خلال شهر حزيران وتموز مع امتداد منخفض الهند الموسمي، وكذلك الأمر من شبه الجزيرة العربية. كتلتنا الهوائية التي ستؤثر على المنطقة خلال الساعات القادمة قادمة من الأراضي المصرية، تتحرك شرقا وباتجاه شمال شرقي باتجاه المنطقة. طيب أستاذ، يعني كيف رح تكون تأثير درجات الحرارة العالية سواء على المزروعات أو على غيره من الأماكن، وكيف حيتم تداركها من قبل الفلاحين؟ بالنسبة يعني للمزروعات الموجودة حاليا في طور الإنتاج كلها خضار صيفية، والخضار الصيفية يعني متأقلمة مع ارتفاع درجات الحرارة. فقط يجب على الأخوة المزارعين الانتباه إلى موضوع الري، تقصير فترات الري وتكثيف عمليات الري من ناحية كون التبخر نتح الصدر عن هذه الأوراق سيزداد خلال ارتفاع درجات الحرارة. أما تأثيرات سلبية فغير متوقعة، يعني بالنتيجة هي خضار صيفية. طيب أستاذ أنس، احكي لنا عن البحر، عن أمواج البحر. نعم، حركة البحر كيف رح تكون اليوم؟
نعم، بالنسبة لليوم الأحد وكذلك الأمر نهار الاثنين، بالنسبة لارتفاعات موج البحر ستكون ضمن المعدل، لأننا نتحدث عن ربع متر وهو المعدل الطبيعي، كون حركة الرياح ستكون منضبطة عند حدودها الطبيعي، لكن من المتوقع أن يهيج البحر مجددا نهاية الأسبوع مع متر ارتفاع. بدنا نتشكرك كثير الباحث في المناخ والبيئة الأستاذ أنس الرحمون على كل المعلومات اللي زودتنا فيها لليوم. طبعا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا كثير لك. شكرا لك أستاذ أنس. وهلأ خلونا نروح مشاهدينا لنتابع درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكل المحافظات السورية وبعد راجعين. صباحكم من جديد مشاهدينا. رح نبلش مع سؤال حلقتنا اليوم يلي بيقول: كيف تتعاملون مع ترشيد استخدام المياه بالتزامن مع بدايات ارتفاع درجات الحرارة؟ بالفعل يعني انقطاع عم يكون عم يصيب الجميع، ونتمنى الإرشاد من قبل كل الواعيين. يعني أكيد ناطرين مشاركاتكم وآرائكم مشاهدينا على صفحتنا على فيسبوك إشراقة سورية. ومن هون خلونا نروح لمحافظة درعا رفقة مراسلنا يوسف الحريري لنعرف تفاصيل الحياة ضمن المحافظة. بنرحب فيك يا يوسف، أهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباحك يوسف. خير دانا، خير سافر، صباحك يا رب. لو تخبرنا يوسف، من وين عم تحاكينا من درعا؟ وشو الأخبار حواليك؟ كيف المدينة؟ كيف الصباح اليوم؟ نعم، بداية أسبوع جميل وسعيدة على الجميع. تشهد محافظة درعا بعد سنوات من الاضطرابات والاستقرار. اليوم درعا تعيش استقرار طويل يعني، ولكن الخبر اليوم السيء انه الجفاف اللي عم بيصير اليوم بالسدود وبالانهار وانخفاض منسوب المياه في السدود هو ليش مؤشر غير يعني صالح لكافة محافظة درعا، وخصوصا سهل حوران. يعني منسوب المحاصيل هاي السنة راح يكون ضعيف غير كل سنة عم بيعيشوا أهالي المحافظة. الحمد لله يعني كانت الأمور ولا زالت اليوم صباح اليوم طلاب الجامعات وجهوا لجامعاتهم، طلاب المدارس لا زالوا متواجدين على مقاعد الدراسة ليكملوا انهاء الفصل الدراسي لعام 2025. وايضا هناك حركه وازدحام كبير وتجهيزات واستعدادات لعيد الاضحى المبارك. حركه كبيره جدا تشهدها محافظه درعا وقدوم الاهالي من الريف لتجهيزات عيد الاضحى المبارك.
وهناك ايضا تفاوت ما بين الاسعار الاواعي، هناك تفاوت للاسعار السلع الغذائيه، ايضا اسعار اللحوم بدات طيب يوسف، حكيت لنا شوي عن يعني تفاوت باسعار المواد الغذائيه وذكرت عيد الاضحى. بالنسبه للاسواق، هل بلشت خصوصا عم تتزامن بجوز مع الامتحانات، هل في يعني اقبال على الاسواق لشراء الملابس والحاجيات ام لسه عم يستنوا لحتى ينتهوا امتحانات يا ترى؟ الأغلبية يعني متواجدين لحتى يشتروا. في منهم يعني اللي بيجي من الريف بيقطع مسافة طويلة اليوم لحتى يوصل لمركز المدينة لحتى يحصل على أفضل البضائع الموجودة، ولكن في ناس يعني لا زال عم بتحضر للبكالوريا. في ناس بتقول لك لسه أنا مش جاهز إني أشتري، في ناس أوضاعها المادية نوعا ما سيئة. فالناس يعني عم تحاول خلال هاي الايام، يعني باقي تقريبا حوالي 15 يوم لعيد الاضحى المبارك، فالناس خلال هاي الايام عم بتحاول انها تمشي امورها خلال هذه الايام. علما بدنا نركز على موضوع انه فرص العمل قليله، ايضا الدخل هو ضعيف لبعض العائلات وخاصه الريفيه. هناك بعض حالات الفقر اللي بيعيشوها بعض المناطق في المحافظه، ولكن رغم هذه الصعوبات، رغم هذه الظروف، يحاولون ان يعيشوا اجواء عيد الاضحى المبارك، ان يستمروا بحياتهم. 14 عاما مرت على هذه المدينه، على هذه المحافظه التي سميت بمهد الثوره السوريه، وكتبت التاريخ لكل سوريا، ولا زالت مستمره وتعيش الحياه برغم كل الصعوبات. اليوم نرى الوجوه الجديده في محافظه درعا، وجوه مبتسمه، وجوه لها بهجة كبيرة. يحاولوا بقدر المستطاع أن يعيشوا كل الأجواء، كل الفعاليات بكل فرح وبكل حب وبكل سرور. هدول هن الأهل درعا، أهل يعني الحيوية والنشاط والشهامة. يوسف، ما خبرتنا أنت من وين عم تحاكينا، من أي منطقة من درعا؟ أنا الآن أقف في ساحة المحافظة، وتحديدا عن ساحة 18 آذار. يعني في درعا البلد؟ لا، في درعا في مركز المدينة، وتحديدا في ساحة 18 آذار. هذه الساحة اللي شهدت الاحتفالات وشهدت الكثير من الوقفات، لها تاريخ طويل مع الثورة. صحيح. نعم. يوسف، لو تخبرنا عن يعني المبادرات المحلية اللي عم تصير في مدينة درعا، يلي بتهدف للمساندة أو التكافل الاجتماعي، أو مثلا شو في مبادرات، وسمعنا كثير في مبادرات يعني ترميم المدارس وما إلى ذلك في درعا. احكي لنا، حطنا بهي الأجواء. نعم زاهر، كثير من المبادرات اللي بيقوم بها اهالي محافظه درعا ومن المجتمع المحلي. يمكن ذكرت لك قبل شوي، هناك في بعض الحالات الفقيره ولا تستطيع بعض الاوقات انه تلبي كل احتياجاتها، ولكن على جانب اخر يحاول اهالي محافظه درعا وحتى هؤلاء العائلات لو اخذوا من مصروفهم الخاص او القليل لوضعها في المحافظه حتى تكون المحافظه بشكل جميل. نعم، هناك فرق عديده تعمل، ولكن ابرزها اليوم متواجد في محافظه درعا. فريق عيون درعا له بصمه كبيره اليوم في محافظه درعا، له مبادرات كثيره، ومنها بدا بتجميل المحافظه، وكانت له مبادره على مدى 3 أشهر هي انهض بمدينتك. يعني هذه المبادره على مدى 3 أشهر هي كانت لتجميل المدينه، كانت لها عده فعاليات، عده مبادرات: تغيير الهويه البصريه، ازاله اعلام النظام البائد التي لا زالت موجوده في بعض الاماكن، ازاله الانقاض في بعض الاماكن حتى يستطيع الاهالي من افتتاح بعض المحال التجاريه. كان هناك حملات تنظيف، حملات تشجير في المحافظه. ايضا هناك مبادره ستكون خلال الايام القادمه، ويقومون حاليا بجمع التبرعات لإنارة 2000 عمود كهربائي ما شاء الله داخل محافظة درعا. ما شاء الله، الخير والله. يعني جهود عظيمة وجهود كبيرة عم يبذلها يعني أهالينا في محافظة درعا وبعموم سوريا للأمانة. يعني عم نشهد يعني حركة مبشرة ومفائلة جدا لحتى يعني نرجع ننهض في واقع البلد بأفضل شكل وبأكمل شكل. كل الشكر لك
زميلنا يوسف الحريري، كنت معنا من درعا، يعني حطيتنا بأجواء هي المدينة القديمة والعزيزة على القلوب كل السوريين. شكرا لك يوسف. هلا مشاهدينا، لنتابع جانب من جوانب الحياة اليومية وحركة الناس بمدينة إدلب، بينضم لنا زميلنا فارس وتي. يسعد صباحك فارس. يا فارس، هل تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا. يسعد صباحك. كيف إدلب اليوم؟ من وين عم تحاكينا؟ صباح الخير زاهر، صباح الخير دهنا، يسعد صباح جميع متابعي برنامج إشراقة سوريا والإخبارية السورية. طبعا أنا الآن متواجد في مدينة سلقين الغربية إدلب، بالقرب من ساحة الساعة. هذا المكان يعني الذي يبدأ فيه النهار مبكرا ويعني ينتشر سائقو التكاسي وأصحاب الدراجات النارية في انتظار زبائنهم، بينما يعني يتجمع العمال على أطراف هذه الساعة يعني على أمل الحصول على فرصة عمل تعينهم على لقمة العيش. طبعا هنالك يعني حركة نشطة في أسواق هذه المدينة وعموم محافظة إدلب، وخاصة يعني مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعني حيث بدأت الأسواق يعني تشهد حركة نشطة، حيث يعني يتوافد الأهالي لشراء مستلزمات عيد الأضحى من ملابس للأطفال وحلويات ومؤن العيد، وسط يعني أجواء تحضيرية مميزة. لكن يعني ظاهر الارتفاع الملحوظ في الأسعار، سواء كان أسعار المواد الغذائية أو حتى غير الغذائية، يعني يلقي بظلاله على هذه الحركة، خاصة مع تراجع الليرة التركية المتداولة محليا امام الدولار الامريكي، وهذا يعني بطبيعه الحال هو يعني فعليا اثر على اسعار المواد الغذائيه والالبسه والخضروات، وخاصه طيب فراس، هون بيخطر لي سؤال يمكن البلاد وتتاثر بالليره التركيه. تماما من اللي عم تحكيه بيخطر لي سؤال. يعني سلقين ما شاء الله كان فيها عدد من المهاجرين كثير كبير، فهل اثر عوده اصحاب المدن الى مدنها يلي كانوا مقيمين بالمدينة على حركة السوق أم على بجوز ضجة الشوارع والجو العام بشكل عام بسلقين؟ احكي لنا يا ريت. هل يمكن إعادة السؤال؟ يعني سلقين كان فيها مهجرين كتار من جميع المدن، والآن بعد الاستقرار والتحرير أكيد عاد جميع أو مو الجميع، يعني عاد عدد جيد من الأشخاص إلى مدنهم أكيد. فهل أثرت عودة المهاجرين والنازحين إلى مدنهم على مدينة سلقين اللي كانوا بقيموا بهي المدينة؟ طبعا مدينة سلقين قبيل الثورة السورية كان عدد سكانها لا يتجاوز 55,000 نسمة، ولكن مع خلال سنوات الثورة السورية والقسم التي طال المدن وحملات التهجير التي حصلت في إدلب، هنالك الكثير من الأهالي لجأ إلى تلك المدينة كونها يعني هي أكثر أمانا من غيرها، ولاعتبارها أيضا قريبة من الحدود السورية التركية، وبلغ عدد سكانها خلال السنوات الماضية أكثر من 300,000 نسمة. ولكن مع عودة الأهالي إلى مناطقهم بعد تحرير البلاد، نعم هنالك يعني الحركة التجارية في المدينة لم تعد كما في السابق، فمعظم المهجرين في شمال سوريا وباقي المحافظات السورية الذين لجأوا إلى هذه المدينة معظمهم يعني فتحوا محلات تجارية باختلاف أنواعها، سواء كان الألبسة أو المواد الغذائية، ولكن يعني هنالك نسبة لا بأس بها عادت إلى مناطقها، والبعض الآخر يعني ينتظر قدوم العيد، والبعض الآخر يعني ينتظر حينما ينتهي أطفالهم من المدرسة حتى يعودون إلى مناطقهم، وخاصة أن المناطق في ريف إدلب الجنوبي والشرقي تشهد الآن يعني حركة في إعادة الأعمار. طبعا يعني نتمنى لكل السوريين أن يعودوا يعني إلى منازلهم وقراهم. فارس، لو تحكي لنا عن نشاط المنظمات والمؤسسات الخدمية، مؤسسات منظمات المجتمع المدني في سلقين، كيف عم تتركز جهودهم، مشاريعهم، أنشطتهم؟
نعم، في حقيقة الأمر يعني مدينة القينية تعتبر أفضل من غير المناطق على صعيد الخدمات، لذلك يعني لا يوجد هنالك منظمات تقوم في تقديم المنطقة، كون الخدمات متوفرة سواء كان على صعيد الكهرباء أو الخدمات أو حتى الخدمات الأخرى، ولكنها يعني معظم تلك المنظمات التي كانت تنشط هنا في سواء كان مدينة إدلب أو حتى في مناطق ريف إدلب الغربي لجأت إلى المناطق الأكثر ضررا، سواء كان في سراقب في ريف إدلب الشرقي وصولا إلى منطقة ريف معرة النعمان التي يعني التي شهدت دمارا واسعا في ممتلكات المدنيين والبنى التحتية والمحلات التجارية. هنالك الكثير من المنظمات الإنسانية المعنية بشؤون التعليمية يعني تعمل بالتعاون مع مديرية التربية بالمحافظة على ترميم المدارس، وبلغ عدد المدارس التي تعمل على ترميمها حتى هذه اللحظة أكثر من 300 مدرسة، بينما المنظمات المعنية بالشؤون الصحية أيضا تواصل أعمالها. نعم فارس، أكيد بدنا نتشكرك على جميع المعلومات يلي أعطيتنا إياها. فارس وتكي كنت معنا من مدينة سلقيم بمحافظة إدلب، كل الشكر لك، وأيضا لمراسلنا من درعا على يعني الصورة يلي حطيتونا فيها داخل المحافظات السورية. أكيد بدنا نتشكرون. بتحس حالك زاهر حطونا بالأجواء تماما يعني طلعت من الاستوديو يعني صرت هونيك. بإدلب كان ناقص بس ناكل شعبيات ما لحقنا. للأسف. نطلع هلا مشاهدينا لمراسلنا من محافظة حمص حسين الزراعي. يسعد صباحك حسين. صباحك زاهر. صباحك يا رب. لو تحكي لنا حسين من وين عم تحاكينا وكيف شوارع حمص اليوم؟ صباح الخير يا حسين. صباح حسين يسعد صباحك. لو تحكي لنا عن حمص اليوم، كيف أصبحت، كيف الشوارع اليوم، حركة الناس؟ أنا هلا واقف في شارع العشاء الحضارة. يعني اليوم بلشت الناس ترجع على يعني تباكر بدوامها اليوم بداية الأسبوع. أيضا يعني الطلاب المدارس رجعوا يعني يجهزوا اليوم لاستلام العلامات اللي هي بعد انتهاء الامتحانات. طلاب الجامعات كمان يعني اليوم عادوا لامتحاناتهم بعد عطي 3 أو 4 أيام. يعني هاي المنطقة اللي أنا واقف فيها هي قريبة من منطقة. كل الشكر لك حسين. في مشكلة بالاتصال معك كان. بدنا نتشكرك حسين، نتشكر فارس، نتشكر يوسف على كل المعلومات يلي حطونا فيها. وهلا مشاهدينا بدنا نطلع لنحكي عن تقرير خاص بالرغيف الفراتي. نتابع سوا وبعد راجعين. الأكلات الشعبية تعتبر من أهم مكونات التراث الثقافي غير المادي، وهي القاسم المشترك بين جميع فئات المجتمع التي تلتقي عند أنواع متعارف عليها من الطعام توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، مصحوبة بالعادات والتقاليد الخاصة بطريقة صنعها. ومن بين أشهر الأكلات الشعبية في سوريا يأتي الطعام الديري الذي يمثل جزءا كبيرا من الثقافة الغذائية في محافظة دير الزور. ومن أشهر المأكولات التراثية في دير الزور رغيف الخبز الفراتي الذي يصنع يدويا في كل مراحله، بدءا من زراعة القمح وحصاده وحتى وصوله إلى المنزل رغيفا طازجا. مأكولات الديري عندك انت الخبز الديري، وعندك التشعشة حبة البركة والسمسم، وعندك الاشكال منزله جبنه ومحمره ومناقيش. يعني مثل عندك الزعتر بخضره، زعتر ساده، زعتر بجبنه، زعتر بقشقوان، في عندك محمره بقشقوان، واصناف عندك السبانخ، المسكرات، الجبنه البلديه، الشلل، القريشه، وجبنه بخضار، وعندك المشكلات والثلاثيات. هاي الاصناف اللي بننزلها هي من شان الجوده والنظافه والترتيب ونظافه الشغل وترتيب الشغل والاصاله بالموضوع. يعني هي اصاله بتيجي على الشخص اللي بيشتغل الموضوع هذا. الديريه بشكل عام بيشتغلوه كله بطبيعته، قمحه كامله، يعني المواد بنجيبها افخر الانواع مثل الاجبان والالبان،
والمواد المركزه بتيجي ارخص واغلى شيء بالجوده. في مثل قديم شو يقول لك: لاقيني ولا تطعميني. الملقى الحلو، الابتسامه، وبعدين الطعمه، والناس هي اللي بتحكم على طعمه الخبز. عرفتي شلون؟ بتحكم على طعمه المناقيش. وهاي نحن بناخذ انتقادات الناس. في عندك مثل يقول لك: انتقادات الناس تصير خبرتي. اي شغله بتعمليها واذا ما انتقدك الناس ما بتتعلمي، ما بتقدمي شغله مرتبه وزينه. مشهوره ومعروفه وطيبه، والقمحه كامله بالطحين. وبالنسبه للتبلت المحمره الجبنه كلها صافيه. يعني اكثر شيء مشهور عندنا خبز التنور، العالم كلها بتروح لعنده. خبزتنا والطعمه اللي عندنا. هي الشعشة الديرية مشهورة عنا بدير الزور، بالسمسم وحبة البركة والحوايج. الأكلات الشعبية تجسد هوية المجتمعات تاريخيا وحضاريا، وهي شاهد على الحضارات القديمة ورمز للتواصل الحضاري الإنساني، كما تساهم في تنمية التراث وزيادة الوعي لدى المجتمع المحلي وتحسين دخل الفرد وخلق فرص عمل جديدة للسكان، سواء في المناسبات السياحية أو عبر فعاليات ومناسبات متعددة. يسعد صباحكم عن جديد، واكيد مستمرين بفقرات برنامجنا ببرنامج اشراقه سوريه. بس بعد هذا التقرير زاهر رجعنا صرنا نروح على الفطور. شميتي ريحه الخبز؟ شميت بالاخص الزعتر والزعتر والجبنه وكل شيء. ولكن مشاهدينا مكملين معكم بضمن فقرتنا الطبيه لليوم، يلي رح نحكي فيها عن الورم الليفي يلي يعتبر من الامراض الشائعه عند السيدات، وبتتنوع اسباب الاصابه فيه وايضا بتتنوع الأعراض. تماما دانا، وهذا المرض الشائع يعني قد يكون له أثر سلبي على صحة السيدة، وخاصة في حال عدم اكتشاف وجود الورم في وقت مبكر. لنعرف تفاصيل أكثر عن الأسباب وكيفية العلاج بصرنا نرحب بالدكتورة بيداء إبراهيم، الاختصاصية في الأمراض النسائية وجراحتها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة. يعني خلينا نعرف من البداية شو هو الورم الليفي، احكي لنا عنه أكثر شوي. كنظرة عامة عن الورم الليفي، هو ورم سليم بيصيب السيدات بسن النشاط التناسلي، بينشأ على حساب الخلايا العضلية الملساء بجدار الرحم. ممكن يكون وحيد أو متعدد، بيعطي أعراض على حسب موقعه، إنه يتصنف أنماطه على حسب موقعه من جدار الرحم. بيزيد حدوثه مع التقدم بالعمر بفترة النشاط التناسلي. ممكن السيدة بتكتشفه بالصدفة البحتة، وممكن كمان انه يعمل لها مشاكل بنحكي عنه تبعا. طيب لو نحكي عن الاسباب يلي بتؤدي لتشكل هذا الورم. هلا سبب معين غير معروف بدقة، بس الدراسات اللي اجروها العلماء كانت بتتضمن بالاول المورثات. احيانا بتحدث طفرات على مورثات على نوع معين، المورثات 6 و7 و12 و14. إذا حدثت طفرة على هدول المورثات ممكن سيدة بصير عندها مستقبلا يعني ورم ليفي. كمان القصة العائلية بيصير عند عائلة، عند سيدات أكثر من عائلة ثانية. ممكن كمان أسبابه، أحد الأسباب هو الأساس الهرمونات، هرمونات الأنثوية، الأستروجين والبروجسترون. كل شيء بيرفع عن الأستروجين حيزيد نسبة حدوث الورم الليفي، خصوصا السيدة صار عندها وهي البلوغ المبكر. كمان البدانة كثير بترفع هرمون الاستروجين فبيزيد نسبة حدوثه. قلة النشاط الفيزيائي. كمان في عنا العمر، قلنا انه كل ما تقدمت السيده، هو لما تكون بالاربعينات فرصه حدوثه بتكون اكبر من لما تكون بالثلاثينات وبالعشرينات. طب دكتوره، يعني سبق وحكيتي انه ممكن سيدات يكتشفوه بالصدفه وممكن لا. شو اللي ممكن السيده تلاحظه على حالها لحتى تكتشف انه هذا ممكن يكون انذار خطر، انا لازم راجع فيه الطبيبه؟ بالضبط. لا الورم اللي فيه بشكل يعني نسبة تقريبا 70% ما بيعمل أعراض، بتكتشفوا السيدة بالصدفة البحتة. بس بالأعراض أهم عرض عنا هو النزف الطمثي. يعني يا اما الدوره تكون عند السيده تكون غزيره او بتكون طويله. ممكن يسبب لها كمان فقر الدم، احيانا يعمل الم، عصره طمس بنسميها، بتجي الم قبل الدوره وهيك تضطر السيده للمسكنات.
وحسب موقعه كمان من جدار الرحم بيعملنا أعراض بتخلي السيدة بتفكر أو تلجأ للطبيب ويشخص لها الورم الليفي. السيدات الحوامل بيعمل عندهم مثلا إسقاطات متكررة، ولادة باكرة، خداجة ومشاكل الحمل. كمان ممكن بيلعب دور بموضوع الخصوبة، يعني بيقلل الخصوبة، فنحن بنعمل للسيدة إجراءات بنكتشف إنه عندها أورام ليفية. بإزالتها بتزيد عندها فرص الحمل والإنجاب. طيب هل ممكن هو يصيب المرأة الحامل؟ يصيب المرأة يعني أثناء حملها هل ممكن يعني تتعرض لهذا الورم، وشو المخاطر اللي ممكن؟ هلا الحمل والإرضاع بشكل عام بالعكس بيقلل نسبة الإصابة بالورم الليفي، بس بالحمل السيدة عندها ورم ليفي قبل وصار عندها حمل، ممكن انه يزيد حجمه بس بنسبه كثير قليله، وبتكون بالاسابيع الاولى من الحمل بس. في مخاطر عليها او على الجنين؟ بتكون اول شيء المخاطر على محصول الحمل بشكل عام. هلا ممكن لنا انه يعمل اسقاطات متكرره للسيده، ممكن ولاده باكره، ممكن المجيئات معيبه، كونه انه الورم الليفي بيصير على حساب جدار الرحم، فاذا اخذ مكان كبير من الجدار فهذا الحيز للجنين، فإذا أخذ منه مكان الجنين ما رح يتكون بشكل كامل، ما رح يقدر يوصل لسن الولادة الطبيعي ل 37 أسبوع، فيصير ولادة مبكرة ومخاطرة. الخداجة كمان ممكن يجيب مجيئات معيبة، يعني مثل المجيء المعترض أو المقعد يعرض السيدة لقيصرية. كمان عسرة الولادة إذا كان قريب لعنق الرحم، مشاكل ما بعد الولادة هي نزوف الخلاص. طب هو ممكن يصيب الصبايا غير المتزوجات أم بصير مع النساء بعد فترة الحمل مثلا؟ هو بشكل عام مرض فترة النشاط التناسلي من وقت البلوغ لحد سن الضهي، بغض النظر. أيوة بالضبط. فكل ما تقدمت السيدة بالعمر فرصة حدوث المرض، هو مرض سليم حنحكي عنه بعدين، بس الفرصة بتزيد كل ما تقدمت بالعمر، فموجود أكيد. طيب شو المرحلة العلاجية اللي لازم تخضع لها السيدة في كلتا الحالتين، سواء كانت يعني قبل الإنجاب أو بعد الإنجاب؟ نحن بنعالج السيدة إذا كان عندها ورم ليفي على حسب الأعراض اللي جاية بتشكي منها. إذا كان عندها مثلا ألم الدورة ممكن نعطيها المسكنات، إذا كان عندها تشكي من نزف غزير نعطيها علاجات بالأدوية، حبوب منع الحمل المركبة أو البروجسترونية، وكمان ممكن اللولب الهرموني بيقلل النزف عند السيدة. إذا كان الحجم أكبر ممكن نلجأ للعلاج الجراحي حسب موقع والعدد. شو هي الحالات يلي تقتضي تدخل الجراحة؟ يعني هل هو خطير لهي الدرجة أم جراحة عادية؟ يعني نحن بعد ما عملنا الاستقصاءات للسيدة شفنا عدد الأورام اللي فيها عندها، الحجم والموقع بالضبط، وقلنا خلص كيف بدنا نعرف انه بدها جراحة. إذا كان الورم اللي فيه أكبر من 8 سم، إذا كان مسبب لها نزف كبير أدى لفقر دم بعوز الحديد، كمان إذا كان عندها إسقاطات متكررة مثل ما حكيت هلا بدنا نشيل اللي. كمان إذا كان عندها مشاكل بالخصوبة عملها تنظير باطن الرحم بنشيل الأورام اللي فيها. طيب في مخاطر مضاعفات من عملية الاستئصال؟ عملية استئصال الأورام اللي فيها هلا بالأيدي الخبيرة وحسب كل حالة وشو متطلبات العمل الجراحي، مثل مخاطر أي جراحة في خطورة للإنسان، النزف الغزير، بس بخصوص الورم الليفي هو بيعمل ضعف بجدار الرحم. احنا شلنا الورم الليفي بس صار عندنا ضعف، ففرصة الولادة الطبيعية بعدها انه غير ممكنة، بدنا نلجأ للقيصرية. طيب هذا الورم الليفي هل هو دائما سليم أم ممكن مثلا ببعض الحالات المتقدمة ممكن يصير ورم غير سليم؟ لنطمن الناس اللي عم لا هو ورم سليم تقريبا بنسبة فوق 99%. ورم سليم ما في داعي كثير للقلق، بصير بنسبة أقل من 1% إنه يتطور للخباثة، وهو بالغالب ما بيكون هو الورم نفسه صار خبيث، لا يكون ورم جديد كون وصار إنه مع بعض واكتشفت السيدة المرض. نسبة تحول للخباثة كثير قليلة، وبالمتابعة السيدة حتكتشف هالشيء. وكمان في ريد فلاجز انه السيدة انه بتعرف انه خلص صار عندها مشكلة، خصوصا مثلا صار عند كبر فجأة الورم، صار عندها نزف بعد سن اليأس، بتلجأ. ممكن يتكرر الورم بعد حتى عمليات استئصاله مثلا؟ كمان ايه بعد عمليات الاستئصال قلنا انه بتعمل ضعف بجدار الرحم، هي بخصوص الورم الليفي. والمشكلة الثانية انه بعد الجراحة ممكن بترجع الاورام اللي فيها بترجع تتشكل. طب هل في حالات يعني ممكن تكون أكثر خطورة تضطر السيدة إنه تستأصل الرحم؟
تستأصل الرحم. نحن بالاستطبابات العمل الجراحي بنشوف عمر السيدة، حالتها الاجتماعية، هل هي انه بسن نشاط تناسلي ولا انهت حياتها الانجابية، فكل وحدة تعالج على حدة. اذا كانت السيدة مثلا بسن النشاط التناسلي لسه مفكرة انه بالحمل، فالعملية بتكون بس لاستئصال النواة الليفية. اما اذا كانت انهت حياتها الانجابية ومسبب لها مشاكل، حجم كبير، عمل لها نزف ومضايقة، فنلجأ لاستئصال الرحم بشكل كامل. طيب، نصائح أخيرة ممكن تقدميها للسيدات اللي عم يسمعونا كطبيبة يعني؟ هلا أول شيء الوعي، كمفهوم إنه إلنا له علاقة بالقصة العائلية، بالوراثة، بالبلوغ المبكر، كمان الهرمونات، نمط الحياة غير الصحي، إنه سيدة نشاطها البدني قليل، بس إنه مثلا شغل البيت أو إنه ما بتعمل رياضة. أيوة. بشكل عام هدول السيدات عندهم مستوى الاستروجين عالي، إنه يفضل انه يعني تخلي عندها وعي للقصه. كمان انه حست مثلا صار عندها اعراض نزف، تطاول دوره او غيره، بتلجا للمشوره الطبيه دغري بس شافت شيء. يعني كل الشكر لحضرتك دكتورة بيداء إبراهيم على كل المعلومات اللي زودتينا فيها، ونتمنى السلامة أكيد لكل السيدات. يا رب سلامة للجميع. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك دكتورة. وهلا يعني مشاهدينا رح نروح لنتابع تقرير عن حي المهاجرين الدمشقي العريق والنابض بالحياة وبكل الأوقات، شو سبب تسميته بحي المهاجرين، وأكيد حنشوف تفاصيل بالتقرير التالي. راجعين. في قلب دمشق القديمة، وتحديدا على سفوح جبل قاسيون، يقع حي يحمل اسما غريبا، حي المهاجرين. للوهلة الأولى يظن السامع أن سكانه من اللاجئين أو أنهم غادروا البلاد، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما. سميت المهاجرين لأن الناس كانت تهاجر من فلسطين وتجي تستقر عنا، يجوا من تركيا، يجوا من الدول العربية كلها تستقر في منطقة المهاجرين. كان أنا جدي يجي من المالكي لهون مشي لهالمنطقة، كانت كلها بيوت عربية وتراث قديم، ما زال هذا التراث محافظ عليه دمشق حتى الآن. أي فرح بيسووا بالحارة هون مشان أهل الحارة كلها يشاركوا بعض، او التعزيه، هذا بيفتح بيت لجاره بيساوي التعزيه عنده او بيساوي غدا عنده. المحبه موجوده، هي المحبه اساس كل شيء. اليوم يعد الحي من أغرق مناطق دمشق وأكثرها ارتفاعا وإطلالا، ويحتفظ ببعض ملامحه التراثية كالأزقة الضيقة والمساجد الصغيرة، مع خليط عمراني يعكس تعاقب الأجيال. نحن من سكان حي المهاجرين أبا عن جد، عمر الحارات هون شي 100-120 سنة متواصلة، يعني كل العالم محافظة، الأقلية محافظين على شرشهم من هون، يعني على مواضعهم وبيوتهم العربية. تشتهر هذه المنطقة بأولياء الصالحين، تشتهر بمدارس القديمة، تشتهر كان يمرق نهر من هون، نهر يزيد، وتسكر بعدين، عرفتي، وبيوتها كلها على التراث القديم يعني. فإذا مررت بهذا الحي ذات يوم تذكر أن اسمه لا يعني أن سكانه غادروا، بل إنهم جاءوا مهاجرين ليستقروا ويصنعوا تاريخا جديدا على أرض الشام. طبعا حي المهاجرين العريق يعني جميل، تاريخي، له هيك له قصص، في له معزة، بس ولكن يعني من الشغلات اللي بتميز فيها هو طلعته لاسي. اكيد، وحديقة النيربين. تماما. هلا مشاهدينا رح نروح مع فقرة التميز يلي بنفتخر بكل السوريين الشباب يلي بيثبتوا وين ما كانوا انهم قادرين على المسؤولية او على حمل المسؤولية في تمثيل اسم بلدنا الغالي سوريا، وبيرفعوا الراس بكل تحدياتهم ومشاريعهم يلي تعتبر مشاريع مميزة على مستوى عالمي.
فعلا زاهر، يعني شبابنا السوري عنده قدرة على التميز وبكل المجالات، وهي الصورة يلي دائما بتعكس تميزهم وخبرتهم ومدى ثقافتهم العلمية يلي بتتبلور من خلال هي المشاريع يلي إن طبقت على أرض الواقع عم تعطي صحيح. نتائج جدا عالية باختصار الوقت والجهد، لاعتماد على نظام الأتمتة، ذكاء صناعي. أكيد بناء على هذا الشيء خلونا نصبح على مهندس المعلوماتية الأستاذ رامي عزيز يلي حصل على جائزة أفضل مشروع IT سنوي ضمن مؤتمر سنوي أقيم في بروكسل. ولنعرف تفاصيل أكثر عن محتوى المشروع اسمحوا لنا نصبح عليه. يسعد صباحك، طبعا جوجل ميت. يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا. أهلا يسعد صباحك رامي. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة لشهدائنا والعزة والفخر لأهلنا اللي أكرمهم الله بالحرية. أنا مسرور جدا لوجودي على إخباريتنا السورية، بالرغم أنها موجود في بروكسل، بس آثرت حط هي الصورة من دمشق لأن القلب لم يغادر دمشق يوما. هو بدي أقول لك رامي، أول شيء يعني يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك في الشارقة السورية، ومبارك إنجازك الكبير. الله يبارك. يعني أول شيء أنا لما شفتك على الشاشة قلت لحالي الشاب موجود معنا في دمشق، بس أنت ببروكسل، شو خصوصية دمشق بالنسبة لك؟ قبل ما يعني نفوت بالحديث عن المسابقة والجائزة. يعني أنا وقت تخرجت من الجامعة 2007 خرجت إلى السعودية في عقد عمل، رجعت بعد أقل من بضعة أشهر، رجعت طلعت في عقد على الإمارات، رجعت طلعت في أقل من شهر. قلت أنا لن أخرج من دمشق، يعني هي بلدي، وأنا رغم أنه كان عندي خدمة عسكرية وفتنا بقصة التأجيل. نعم. أنا لن أخرج حتى آخر نفس، يعني سبحان الله حتى كتب الله علينا أمرا آخر يعني. فسوريا بشكل عام يعني ودمشق في شكل خاص يعني لم تغادرنا ثانية، الله يشهد يعني، والحمد لله رب العالمين أكرمنا برؤية دمشق حرة كريمة مرة. الحمد لله. الحمد لله. وعقبال أكيد قدومك لدمشق بكفي الصورة يلي حسستنا أنك عم تحاكينا من ورانا من ساحة الأمويين بس من وراء. أكيد. خلينا نحكي أكثر عن لحظة ذكر اسمك لجانب المشروع يلي فاز بالجائزة، ويعني مثل هيك مؤتمر عالمي مهم. أكيد عن هي اللحظة اللي بنفتخر فيها كلياتنا حقيقة. الله يبارك فيك. صراحة أنا يعني ما استحقيت الموضوع لبلش. الإيفنت كان طويل على مدى يومين يعني، وأنا حتى أجيت آخر كم ساعة من آخر يوم عند إعلان النتائج يعني. وتبلشوا يكرموا بقية المشاريع بالمجالات الثانية، أنا بلشت أحس يعني بالأدرينالين يعني. حتى لما طلبوا لنا نجلس نحن وثلاث مشاريع منافسة بالصفوف الأولى، يعني لا قلت لا طول بالك يعني هون صار في شيء جدي يعني. لما ذكروا اسم المشروع وطلعنا على المنصة يعني سبحان الله يعني كان مشاعر جدا مختلطة يعني بين الفخر والسرور. لحظة أنا صرت من هدول اللي طلعوا. أيوة. بنفس الوقت يعني لما وقفت على المنصة ضربت عندي الغربة، إنه تمنيت أشوف حدا من أقاربي أهلي بالحضور يعني، ما كان في يعني سبحان الله يعني. ولكن مشاريع لا توصف يعني، الحمد لله رب العالمين أكرمنا ومن علينا. الحمد لله. يعني كل سوريا فرحت بهذا الإنجاز الكبير. رامي احكي لنا عن الدافع، عن الهدف من هذا التصميم. تمام. هلا هو إذا بدنا نختصر اسمه يعني هو بيلينج انجن أو محرك فوترة للشركات المشغلة للموانئ. يعني البروجكت مانجر سماه انه نحن عم نبني اخطبوط باذرع متعدده قادر على استيراد البيانات يعني من جميع الجهات المشاركه بعمليات النقل البحري. النقل البحري هو عصب الاقتصاد العالمي يعني، فاستوردنا البيانات من المرافق، اداره المعابر البحريه، شركات النقل، الموردين، حتى طواقم السفن نفسهم بيعبوا معلومات يعني. فاستوردنا البيانات هي كلياتها، طبقنا عليها احدث تقنيات الذكاء الصنعي حتى حسنا الجوده تبع هي البيانات، التقطنا الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده فيها، ملء الفراغات الموجوده فيها، طبقنا عليها كمان احدث تقنيات امن المعلومات والخصوصيه لحتى نقدر نحصل على القيود الماليه والفواتير الماليه الدقيقه لهي الرحلات النقل البحري. نعم. إذن هل فينا نقول يعني هل تم تجربة المشروع على أرض الواقع؟ شو هي النسبة المحددة لتجربة التشغيل؟ حققت الهدف ولا لا؟ يعني لو تعطينا هيك تفاصيل أكثر. أكيد. نحن الفريق التقني سلمنا المشروع لفريق الجودة بشهر 11 2024 الحمد لله اللي مو بعد.
يعني لو بعد كان يمكن فشل المشروع، ما كان الذهن صافي يعني. فريق الجوده بلش بالاختبارات بشهر 12، بشهر 12 كان شهر فخر ونصر وفتح على جميع جهات فضل رب العالمين. فهن كانوا الهدف اللي حاطينه انه نقدر نلتقط 70% من الاخطاء او نلتقط 70 فواتير بشكل تلقائي يعني. الحمد لله وصل الرقم لاكثر من 80%، فتم يعني الحمد لله قدرنا نجاح بهذا النموذج والانجاز بفضل رب العالمين. نعم. طيب رامي، يعني لو نحكي اكثر عن المنافسات، عن المشاركات اللي كانت من قبل يعني شركات ثانيه، كيف كانت المنافسات ضمن المؤتمر؟ بداية كان القائمة الأولى في أكثر من 100 مشروع، بعدين وصلنا للتوب 5، بعدين بفضل الله وصلنا للآخر 3. كان في والله مشاريع يعني كان في مشروع مثلا قياس مؤشرات الإنتاج بمعامل الصلب والحديد، بيتنبأ بالأخطاء اللي حتصير وبيتنبأ، فكان مشروع جدا ضخم. كمان كان في مشروع نظام اتصالات سحابي يعني كلاود، بشكل انه اذا شركه عندها مندوبين مبيعات او عندها موردين، فممكن بمسج وحده ممكن حتى هي المنظومه تتصل بتليفون ارضي تشغل رساله يعني. فكان التنافس وقت عم تشوف هالعقول وهالهي يعني بالفعل في كان ستريس عالي. في سوريين غيرك كان مشارك؟ في مشاريع طبعا يعني في كثير مشاريع يعني كان، وحتى قابلنا ناس يعني شغالين بجوجل، شغالين بمايكروسوفت، شغالين على مستوى عالمي يعني الحمد لله. فكان حتى انا دعوني للمشروع يعني بالتقنيه، بنجاوب اسئله تقنيه، بالعاده فريق المبيعات بالتسويق بيروحوا. فكنت كمان لقيت حالي في موقف انت مضطر تدافع عن حل يعني تقدم وجهه نظر، فكانت بالفعل يعني تقول انتنسيف يعني 2-3 نشف الحلقه يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب رامي، خلينا نحكي يعني اكيد مثل هيك مشروع ضخم كبير اكيد بواجه الكثير من التحديات، لو نحكي عن هي التحديات اللي واجهتك والكفاءات اللي تم تطويرها واللي هي طبعا موجوده ضمن هذا المشروع. ايه هلا بدايه هذا المشروع هي المحاوله الثالثه من سنه 2019. كان في محاولتين من قبل شركات ثانيه تنفيذ هذا المشروع ولم تكلل بالنجاح. اللي زاد الحاجه عليه تصاعد عمليات بعد الكورونا وارسال فواتير وهميه. فكان هذا الموضوع تحدي كبير. الجهات المورده للبيانات كان ايضا في صعوبه كبيره بالتعامل معها لانه هي جهات مستقله، فهو بده يعطيك البيانات اللي عنده. نعم. وهو حذر انه انت عم تشوف الاخطاء اللي عنده، فكان في كثير جهد حتى تقدر تصل معه لصيغه. بعضهم بيطبق تقنيات قديمه لا تتناسب مع المعايير الحديثه، فانت بدك تجبره يحدث شغله مع انه هو هذا اللي عندي يعني. الخصوصيه وسماحيات الدخول كانت جدا كمان تتامن عليها. استقاله موظفين حساسين، احنا عم نشتغل 2023، ففي كثير في مرتين صارت انه الشخص اللي ماسك عند احد الجهات الموردة للبيانات اختفى استقال. طيب ايه، فانت مضطر ترجع تبلش من الصفر وتبلش تبني الامور من اول وجديد حتى تقدر تصل لهي البيانات. فكانت رحله والله يعني شاقه يعني. كثير احيانا اضطرينا يعني نروح الاكسترا مايل. طيب خلينا ننتقل شوي يعني لنظام الفوترة يلي كان ضمن المشروع، وايضا تدارك الهدر المالي واهميه التخلص من نظام الفواتير القديمه. قد ايه كان هذا نظام الفوترة يعني قد ايه كان يعني مشابه للواقع، قديش كان بيوفر من الوقت الجهد وايضا بيمنع الهدر المالي؟ هلا بدايه كانت كل فاتوره تدقيقها بياخذ من 4 ساعات ل8 ساعات مع الموظف الجديد. الموظف الخبير اللي صار له 7 سنين في هذا المجال بده نصف ساعه يدقق فاتوره واحده. فنحن بدانا انه انت 80% من الفواتير مدقق يعني. فهذا الشيء كان كمان هذا احد اهم عوامل انه فزنا احنا بالجائزه، انه كفقه انه انت ما فيك تدقق كل شيء، ففي امور لا تدقق وفي ارقام فلكيه بالهدر المالي بالموضوع. لانه السفينه مثلا تصل الى مرفأ اذا بدها تضل يوم زياده بين ما تفضي شو حملتها ل 50,000 يورو. صحيح. لك لا فكان في بالاضافه للاثر اللي اخذنا كمان تقييم عالي بالاثر النفسي، الصحه النفسيه للعمال. انت هلا العامل صار بيعرف انه في سيستم وراه مدقق قبله يعني. طيب رامي بما انك يعني عم تحكي عن هي الميزات يلي بيوفرها المشروع،
شو الفائده؟ خلينا يعني نحكي عن الفائده، عن الجدوى المرجوه من هذا المشروع في حال يعني تطبيقه ضمن سوريا، وشو هي الفرص المستقبليه يعني يلي ممكن يساهم فيها بتحريك الاقتصاد السوري. تمام. بدايه هو محرك فوتره، نحن بنعطيه التعرفه والخدمات وهو ببلش يفوت، فاحنا فينا نوسعه على اي شيء ياخذ طابع مشروع، مثلا حتى نقل بري، حتى نقل جوي، حتى مثلا مشاريع بناء، انت فيك تحط تسعيرات وتبلش تفوتر يعني. نعم. فهو قابل للتطبيق ان شاء الله، مبني بطريقه قابله للتطبيق. نحن بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مجال الاعمال حنخدم الاعمال، بدنا الاعمال بنقول مرحبا نحن سنعود الى سوريا حتى نحن نشتغل معهم، فاحنا فينا نكون المصاحب للعمل ولا نتقدم عليه خطوه يعني. طبعا حاليا كمان هي المشاريع تعتمد كلاود، التخزين السحابي، فهي فيها تبلش بسرعه كبيره جدا قياسا بالسابق كانت محتاج تبني سيرفر روم تدفع عليها. اكيد بنفتخر بكل شبابنا السوري، واكيد بالمشاريع يلي قدمتوها ويلي عم تكون مشابهه لك. بدنا نبارك لك مره ثانيه على الجائزه، نتمنى دائما جوائز مثل هي يحصل عليها الشباب السوري بكافه المجالات. كل الشكر لحضرتك مهندس المعلوماتيه الاستاذ رامي عزيز، الحاصل على جائزة أفضل مشروع IT في مؤتمر سنوي أقيم في بروكسل. بالتوفيق الدائم يا رب. شكرا لك، بالتوفيق يا رامي. الله يخليكم، شكرا كثير، وأنا مسرور مرة ثانية لوجودي بينكم، والله يرحم شهدائنا. آمين. وألف مبارك النصر والتحرير لجميع السوريين. مبارك علينا كلنا يا رامي. هلا مشاهدينا رح نروح لمحافظة حلب لنتابع تقرير عن جلسة حوارية متخصصة بعنوان مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب لمناقشة واقع الاستثمار في القطاع الصناعي والبحث في الفرص المتاحة. لتفاصيل أكثر تابع المادة التالية. في جلسة حوارية عقدت في مدينة حلب جمعت عددا من الصناعيين والمستثمرين، تناولت مستقبل الاستثمار الصناعي في المحافظة. استعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المحلية وأهمية تطوير البنية التحتية لدعم نمو هذا القطاع الحيوي. في هذه الجلسة سنقوم بنقاش وحوار بين مجموعة من الصناعيين متخصصين أصحاب المصلحة، أصحاب المعرفة بالأرض وأرض الواقع، لفهم التحديات الآن الموجودة التي تواجهنا في عملية تطوير الصناعة على مستوى المحافظة، وأيضا نقاش عدة نقاط، أهم موضوع المخطط العمراني الصناعي، يعني توزع الصناعة على مستوى المحافظة. والنقطة الثانية هي موضوع الرؤية الصناعية، حلب بماذا ستتميز صناعيا، ما هي القطاعات الرئيسية التي ستتميز فيها هذه المحافظة. أيضا النقطة الثالثة سنناقش ما هي الاستثمارات التي يمكن أن ندعو إليها المستثمرين القادمين من خارج سوريا، والتي يمكن أن تساعد على تهيئة البيئة المناسبة للعملية الصناعية. الصناعيون شددوا على ضرورة توفير بيئة استثمارية مستقرة تعزز فرص التنمية الصناعية، مؤكدين أن التسهيلات الاقتصادية سيكون لها تأثير مباشر على جذب رؤوس الأموال ودفع عجلة الاقتصاد، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات المحلية وتوسع الأسواق. حلب خسرت كثير من مصانعها بأنواعها، لذلك هذه الاجتماعات سوف بأخذ آراء جميع الصناعيين في مدينة حلب ضمن حوار كبير. الغاية منه الأساسية أنه نختار المشاريع ذات الأهمية والقيمة المضافة حتى نحن نعيد بناء وتكوينها في مدينة حلب. فالحوارات هذه كلها الحقيقة للتأكيد على أنواع الصناعات اللي ممكن نحن في المستقبل نبنيها. كان أبرز مخرجات هذه الورشة هي التحديات المفروضة على الصناعة في حلب، وأهم سبل تطوير هذه الصناعة، وكيف لنا نحن موجودين على الأرض أن نشجع الصناعيين والمستثمرين في كل أنحاء البلاد إن شاء الله إلى القدوم إلى مدينة حلب هوية صناعية متميزة على مدى العصور بإذن الله تعالى. وفيما يخص المنشآت ختام الجلسة شهد طرح مجموعة من المبادرات والتوصيات التي تسهم في دعم الاستثمار الصناعي،
أبرزها توفير الطاقة للصناعات الكبرى وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمهيدا لمرحلة جديدة من النمو الصناعي في حلب. مكملين معكم بفقرات برنامجنا المتنوعة. في زمن يعيد فيه السوريون بناء ما تهدم، تبقى المعرفة والإنسان في صدارة الأولويات. معنا اليوم ضيف مميز وهو ممثل عن المؤسسة الألمانية السورية للأبحاث في سوريا. هالمؤسسة يلي بتعمل ضمن محورين أساسيين لتكون الحالة الإنسانية حاضرة أمامهم، إن كان في الجانب التعليمي وأيضا في الجانب الذي يهتم بالكشف عن المقابر الجماعية من خلال تحليل الDNA. تماما زاهر، وهي المؤسسة بتعمل بخطين متوازيين: دعم التعليم العالي واستعادة الكرامة الإنسانية عبر مشاريع إنسانية فريدة من نوعها. رح نستعرض اليوم مبادرات من قاعات الجامعات إلى المقابر الجمهورية، يعاد الأمل من جديد. بدي رحب بالدكتور سامر رحال، أهلا وسهلا فيك معنا. طبعا حضرتك ممثل عن المؤسسة الألمانية السورية، يا هلا فيك معنا. يسعد صباحك أستاذ سامر. أهلا وسهلا. يا أهلا. أهلا وسهلا بكم، يسعد صباحكم وصباح مشاهديكم. شكرا على الاستضافة. بداية دكتور سامر، لو تحدثنا يعني عن المؤسسة الألمانية السورية للأبحاث، كيف بدأت؟ شو هدفها الأساسي في سوريا؟ الله يعطيكم العافية. المؤسسة السورية الألمانية السورية للأبحاث هي مؤسسة أكاديمية وبحثية انطلقت كمبادرة من الأكاديميين واليين في ألمانيا، على رأس الباحثين السوريين البروفيسور الدكتور هاني حرب، أستاذ المناعة والوراثة في جامعة درسدن التقنية، وهو هلا عضو مجلس إدارة في المؤسسة الألمانية السورية للبحث العلمي. انطلقت في 2016 وهي مرخصة في ألمانيا ك NGO وشريك للجهات الألمانية العاملة في مجال البحث العلمي والدعم الأكاديمي. عم نحكي هون على وزارة التعليم الألمانية والمؤسسة الألمانية للتبادل الثقافي والعديد من الجهات الألمانية اللي بترعى البحث العلمي والشباب. دكتور، أنتم عم تشتغلوا على محورين رئيسيين مثل ما حكينا بالمقدمة. رح نبدأ بمحور التعليم العالي. يا ترى شو هي طبيعة المشاريع اللي عم تقوموا فيها لدعم هذا القطاع الحيوي والحساس تقريبا؟ مثل ما حكيت، التعليم العالي والبحث العلمي، تخصصنا البحث العلمي والتعليم العالي أكثر من موضوع التدريس، مهم. وفي اتجاهين للمؤسسة، يعني خطين مسارين: دعم الباحثين والطلاب السوريين في ألمانيا، الدعم الإرشادي والتقني واللوجستي، وتقديم حتى الدعم المالي كمنح مالية في بداية مشوارهم الدراسي. الهدف من هذا الموضوع تمكينهم ضمن مجتمعاتهم في ألمانيا، مجتمعاتهم العلمية، والانخراط في السلك وفي الدراسة حتى يحصلوا أعلى النتائج المطلوبة والنتائج المرضية ضمن هاي مشوار الحياة الأكاديمية اللي نسبيا بيكون طويل في ألمانيا، يعني ببلش من 3 سنين حتى يمكن يمتد ل10 سنين يعني. فهذا المهم. في عندنا في هذا المجال يعني مبادرات خاصة للباحثات والأكاديميات السوريات، السوان يعني سيريان وينفورد، هذا مختص في شؤون الباحثات السوريات في ألمانيا. هي مجموعة مبادرة بيتبادلوا فيها آرائهم والتحديات والمشاكل اللي واجهتهم مع مراعاة خصوصيتهم الثقافية والحضارية حتى يتمكنوا من تحقيق أعلى إنجاز في الجامعات الألمانية وتنسيق ذلك مع متطلباتهم الاجتماعية وإدارتهم لموضوع المنزل والعائلة. تماما. هذا الجانب في ألمانيا. الجانب في سوريا هو تقديم الدعم والبحث الدعم التقني وللأبحاث وللتعليم العالي. طبعا البحث في سوريا لا يختص في التعليم العالي، في كل الوزارات السورية هناك مكتب للبحث العلمي. أيوة. طيب، من يعني المحور التعليمي رح ننتقل للمحور الثاني ورح نحكي أكثر عن مشروع هوب ريكلايمد. لو تحدثنا أكثر عن فكرته، كيف بدأ وين صرتوا حاليا؟ المشروع يعني ابتدأ من اليوم الأول للتحرير، من شهر ديسمبر السنة الماضية. هو خطوة إنسانية وخطوة وطنية وضرورية لتكريم يعني المفقودين وضحاياهم، ويعني إعادة حقوقهم وحقوق الذويهم وتخفيف المعاناة عن الأسر المكلومة. الهدف منه تحقيق العدالة الإنسانية في هذا الموضوع.
اللي بيحقق السكينة والعدالة الاجتماعية، بدأ من اليوم الأول التحرير وأعلن عن انطلاقته قبل أيام، قبل أسبوع بشكل رسمي، بضم باحثين سوريين. دكتور سامر، يا دكتور سامر، شو لو تحكي لنا يعني عن لأهمية هذا الموضوع، لو تحكي لنا عن الآليات اللي بتعتمدوا عليها يعني التعرف على ضحايا المقابر الجماعية؟ العمل هو عمل مؤسساتي، ونحن يعني الأسبوع الماضي أو قبل أيام رحبنا بفكرة، يعني استقبلنا فكرة تأسيس الهيئة الوطنية للمفقودين، اللي هي مؤسسة وطنية شاملة، ونتمنى أنه نحن نعمل معهم ضمن هذا السقف الوطني. الهدف هو يعني توحيد الخبرات السورية المحلية والدولية في هذا المجال، وضم كل مجتمعات العمل ومنظمات العمل تحت سقف ومظلة سورية واحد، وتوحيد تواصل وقنوات التواصل يعني، وتنظيم فرق العمل. الآليات اللي بنتخذها هو أهم شيء في هذا الموضوع هو التوثيق الجنائي، وضمان أنه التوثيق الجنائي متوافق مع القوانين الجنائية المحلية والدولية، والتعاون مثل ما حكينا مع المؤسسات السورية اللي كلها هلا حاليا موجودة ضمن الهيئة الوطنية للمفقودين وهيئة العدالة الانتقالية. راح يتم تنظيم مخابر وإنشاء مخابر في نظام الكود Building Operation Transfers، ويتم يعني بناء المخابر ويتم تشغيلها وتدريب الكوادر السورية المحلية عليها. وفي هذه النقطة يعني لما بيتم تدريب الكوادر السورية، نحن عم نحكي إنه عينات الDNA التحاليل المخبرية اللي سوف تتم لبقايا الرفات، وسوف تتم على الأقل لشخصين من ذويهم، وعمليات المطابقة. تمام. هاي الموضوع راح يتم بسوريا وبشكل سري وتحت رعاية الدولة السورية. أكيد. كل الشكر لك دكتور، يعني بنتمنى لو كان الوقت أكثر لحتى نحكي بالموضوع باستفاضة، ولكن للأسف بدنا نتشكرك كثير دكتور سامر رحال ولكل أفراد المؤسسة الألمانية السورية للأبحاث، ونتمنى لكم التوفيق في العمل. هلا مشاهدينا بنروح سوا لحتى نتابع موجز لأهم الأخبار وبعد راجعين. كل التحية للزملاء بغرفة الأخبار، وأيضا كل التحية والشكر لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا داخل سوريا وخارجها. أيضا خلونا نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم: كيف تتعاملون مع ترشيد استخدام المياه بالتزامن مع بداية ارتفاع درجات الحرارة؟ طبعا دانا الموضوع يحتاج إلى وعي من جميع السوريين، 100%. يعني عم نمر بفترة على ما يبدو أنه تحتاج إلى الكثير من الحذر بالنسبة لموضوع المياه تماما. والوقت صعب، صعب، شوب، درجات حرارة مرتفعة، أكيد يعني ما يعني مرحلة سهلة، بس ولكن سهلة خصوصا يعني الدنيا صيف يعني، وهلا الأولاد بدهم يروحوا على المسابح وإلى آخره. ولكن يعني تماما الماء بس أغلى، ولكن بحاجة إنه نحن نكون كلياتنا يد واحدة بهذا الموضوع حتى يعني نخرج من هي الأزمة بأمان. مشاهدينا مكملين بمحطتنا المتنوعة وبنروح لنشاطات وأعمال عم يقدمها الدفاع المدني بكل تفاني للوصول إلى واقع أفضل يليق بكل السوريين. أكيد فعلا، ويوم جديد من العمل بمشروع إزالة الأنقاض من الأحياء الشرقية بمدينة حلب، وإزاحة هي الأنقاض يلي عم تنهك حياة الأهالي بالمدينة وعم تساعدهم على العودة لمنازلهم، وأكيد عم تسرع عملية الاستجابة السريعة. لتفاصيل أكثر حول كل هذا الموضوع صار معنا من الدفاع المدني المهندس عبد الله الحسين، مسؤول برامج التعافي المبكرة في مديرية حلب. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. السلام عليكم. يا هلا فيك معنا. يسعد صباحك أستاذ عبد الله. حياك الله أستاذ زاهر، الله يكرمك. أهلا وسهلا.
أهلا فيك. في البداية لو تحكي لنا أكثر عن هي المبادرة. بداية بالنسبة لمشروع إزالة الأنقاض هون في حلب يعني في الأحياء الشرقية، تم دراسة الكميات بمعظم الأحياء إن شاء الله. طبعا بالنسبة لهذا المشروع الخطوة الأساسية تبعيته أو الموضوع الأساسي تبعه هو فتح الطرقات لتسهيل دخول الخدمات إلى أحياء حلب الشرقية يعني. طبعا هذا الدمار سابقا بسبب القصف للنظام البائد في هذه المناطق، صار تخريب كثير بهذه المناطق، شوارع أغلقت، ما في إمكانية دخول خدمات ولا الآليات يعني، حتى بالنسبة للأهالي في صعوبة كبيرة بالنسبة لتحركهم وعودتهم إلى هذه المناطق. أكيد. فتم طرح هذا المشروع من أجل فتح هذه الطرقات، إزالة الأنقاض يلي ممكن تسبب مشاكل، بالإضافة لأحد المشاكل الموجودة فيها واللي هي إمكانية وجود بعض الذخائر غير منفجرة ضمن هي المناطق هي. فإن شاء الله هذا المشروع بالبداية بعد تقدير الكميات بيكون في فرق لمسح هذه المناطق للتأكد من عدم وجود أي ذخائر غير متفجرة، ومن ثم وبالتنسيق مع البلديات والمحافظة يتم إزالة هذه الأنقاض بشكل كامل من هذه الشوارع من أجل سهولة دخول الخدمات مثل خدمات المياه والكهرباء والنظافة، والأهم هو سهولة عودة الناس إلى هذه الأحياء وبيوتها إن شاء الله. أكيد نأمل لهم العودة يعني والاستقرار دائما بمدنهم. برأيك يعني مدى عم تعكس هي الخطوة، خلينا نقول بداية مرحلة تعافي حقيقي ضمن مدينة حلب؟ طبعا هي الخطوة أكيد هي الخطوة الأساسية للتعافي في مدينة حلب يعني. اليوم ما في إمكانية لإعادة الإعمار نهائيا في حلب قبل إزالة هي الأنقاض وفتح الطرقات يعني الدخول خدمات. بعد إزالة الأنقاض أكيد راح يكون في سهولة لدخول الشركات والمشاريع والبرامج الأخرى لإعادة الأعمار إن شاء الله. في راحة من قبل السكان يا ترى صح؟ يعني العالم بجوز بلشت تصير سعيدة مرتاحة. والله يعني سبحان الله بجوز الموجود على الأرض لسه بيشوف الواقع أكثر يعني. الناس كلها والله عم تتمنى ومبسوطة بهذا الشيء بشكل كبير يعني. مع بيوتهم يعني بدهم يرجعوا له أكيد، سهولة الوصول يعني. في كثير ناس موجودين بالمنطقة بدهم يوصلوا لبيوتهم ما عم بيحسنوا يوصلوا لبيوتهم بسبب وجود، لأنه في بعض الشوارع صحيح. مقطوعة بشكل كامل للأسف. يعني. صحيح للأسف. طيب يعني لو تحكي لنا مهندس محمد عن حجم الأنقاض التي تم رفعها حتى الآن، وهل يعني هناك تقديرات للكميات المتبقية؟ الأستاذ بالنسبة للمشروع نحن حاليا أطلقنا مشروع قاربنا على الانتهاء. المشروع الأول هو ما يقارب 40,000 متر مكعب، تم ترحيل ما يزيد عن 35,000 متر مكعب منهم يعني. وفي مشروع ثاني حاليا بشرنا بدراسة الكميات. طبعا المشروع الثاني ب 16 حي، فتح الطرقات وهالأمور، إزالة الأنقاض كاملة، تقريبا 30,000 وممكن يتجاوز هذا العدد الكمية هي حسب الواقع اللي نحن عم بيصير فيه. لأنه أحيانا لما عم نشيل الأنقاض من بعض الأحياء الأهالي نفسهم عم يتشجعوا وعم يرجعوا يشيلوا الأنقاض يلي ضمن بيوتهم يعني. فهي شوي الكميات يعني. نعم. المشروع يعني الثاني تقريبا شيء 30,000 أو أكثر. كثير حلو. إذا في علاقة متبادلة خلينا نقول بينكم وبين الأشخاص يلي موجودين على الأرض، مثل ما سبق وحكيت يعني الأنقاض المتراكمة على حياة الناس سببت أضرار خلفتها وراءهم. خلينا نحكي بس يعني قبل شوي حكيت إنه يعني في الأشخاص ارتاحوا كانوا عم يساعدوكم، فقديش هي الصعوبات يعني كانت عم تواجهكم لكم كفريق عمل وعم تواجه الأشخاص من أصحاب المنطقة يعني؟ والله يعني بالبداية أكيد الناس مثل ما قلت لك بتعرف معروف أحياء حلب الشرقية بشكل كامل يعني أغلبها شوارع ضيقة جدا وفي صعوبة جدا بالوصول بشكل كبير يعني على هي المناطق يعني. فالناس والله حتى في تعاون يعني حتى من قبل أهالي يعني، مجرد شافونا نحن تواجدنا مباشرة بيتم تنسيق مع البلديات المجلس، عم يرفعوا هالاسماء هي، عم يسجلوا اسمائهم يعني. وبنتمنى يكون في بشكل كامل خصوصا بالنسبه للاملاك الخاصه. فهي بدها شوي اجراءات عن طريق المحافظه يعني مشان ياكدوا انه نحن ما عندنا اي مشكله بالازاله، لانه الشيء الاساسي بالطرقات نحن عملنا. اما في حال حدا بده من الممتلكات الخاصه في حالات صعبه يا ترى كانت عم تستدعي مثلا وقت اضافي او عم تستدعي مثلا اليات مختلفه جبتوها خصوصي للمكان؟
والله في كثير اكيد اليات خاصه بنشتغل فيهم، يعني خصوصا بحي كرم حوم. يعني كان نحن تقريبا وصل معنا ببعض الايام كميه الترحيل من 1200 ل 1500 متر مكعب ببعض الايام. بالمقابل بهذا الحي هون كان في شوارع ضيقه كثير، ممكن ما رحلنا يعني كميات 200 300 متر مكعب. في صعوبه كثير بهي الاحياء، احيانا يعني 10 بنايات 15 بنايه طيبات جنب بعضهم، فما في اي امكانيه للوصول. وجود احيانا شبكات الكهرباء بسبب المولدات بتعيق كمان حركه الاليات، بتسبب يعني ضروره لدخول لاليات اصغر من الاليات الكبيره اللي يعني. طيب هل عم يتم التنسيق مع اخرى مثل المنظمات الانسانيه مثلا خلال هذا المشروع او اي جهات ثانيه؟ هلا حاليا نحن ضمن هذا المشروع تنسيقنا الاساسي مع البلديات بالاضافه الى مجلس المحافظه، يعني بيتم التنسيق معه. ولاحقا في امكانيه لدراسه مشاريع مع منظمات عالميه اخرى، يعني UNDP وغيره، يعني في منظمات ثانيه ممكن تساهم بهذا العمل. طيب يعني في كثير ناس واهالي عادت الى المناطق يلي كانت مدمرة أكيد. شو الإجراءات يلي عم تتبعوها بعد عمليات إزالة الركام أو عمليات إزالة الأنقاض خلينا نقول، فكيف عم تساعدوا الأهالي؟ يعني شو اللي عم يصير بالخطوة اللي بعد؟ والله نحن بالنسبة لنا كعملنا الأساسي هو حاليا خلال العمل، يعني خلال الإجراء التنفيذ، يعني عم ناخذ قدر الإمكان إجراءات الأمان عدم دخول اي حدا خلال العمل مباشره. يعني بنحط اشرطه تحذيريه لو حات الامور انه في منطقه عمل في خطوره، يعني بالاخير هي مواد يعني الانقاض حديد وما حديد، ممكن اي حدا يدخل اثناء العمل ممكن يتسبب ضرر له، فنحن عم نحاوط هالمنطقه هي بآلية لمنع دخولهم. وبعد الازاله عم يتم ابلاغ المحافظه انه انتهينا يعني من الازاله بشكل كامل. طبعا هن اكيد عندهم كميات وعندهم كل شيء، فبيخبروا الاهالي اللي بده يرجع على بيته. وبالاضافه للحي اللي نحن عم نشتغل فيه عم يتم اعلام الاهالي مثل ما قلنا لكم انه ممكن هو يزيل الانقاض من بيته يحطهم بالقرب من اماكن عملنا مشان نحن نشيلهم خلال نفس الفتره اللي عم نشتغل فيها. نعم. طب هي الكميات الكبيره من الانقاض اللي عم يتم ازالتها كيف عم تتعاملوا في تصريفها؟ وين عم تروح؟ هلا في قسم بسيط من هي الانقاض غير قابل لاعاده التدوير بمكبات الغير قابله لاعاده التدوير. نعم. والقسم الاكبر يعني تقريبا 85% قابله لاعاده التدوير. بناخذ المكب اعاده التدوير بالراموسه، ضمن المكب بيتم طحنها وفرزها لتحويلها الى عده منتجات يعني ممكن استخدامها. قسم من هي المنتجات تقريبا 50% منها ممكن إعادة استخدامها لتعبيد الطرقات مباشر. جميل. يعني تعبيد. والقسم والنصف الثاني منها بيتم استخدامه بعمليات أخرى مثل بلاط رديف للرصيف، يعني مواد تستخدم لرصف الطرقات يعني بشكل كامل. طب خلينا نحكي أكثر عن عمليات إعادة التدوير اللي عم تحكي عليها حضرتك. يعني كمية الأنقاض كتير كبيرة مثل ما حكيت، ويمكن المواد مختلفة. شو ممكن يصير بعمليات إعادة تدوير المخلفات جماعة؟ تمام. هلا بالنسبة للكميات نحن كل شهر بنعمل إحصائية للكميات اللي تم ترحيلها. بنهاية الشهر 4 كان عندنا الكمية تقريبا 24,000 متر مكعب تم ترحيلهم إلى المكب يعني. فقسم منهم غير قابل لإعادة التدوير بحدود شيء 4,000 متر مكعب غير قابل لإعادة التدوير. 20,000 ال 20,000 بيناتها 18,000 يعني شيء 90% من الكمية هي مواد مستفادة. منهم كان في عندنا 9,000 لتعبيد الطرقات، و9,000 تم تخزيمها لعدة أقسام، قسم لإنتاج بلوك، قسم لإنتاج رصيف، وقسم لإنتاج بلاط حجر رديف لمجاور للطرقات يعني. جميل جدا. جهودكم مباركة. طيب لو تحكي لنا يعني شو هي المناطق يلي رح تستهدفوها ما بعد الحملة الحالية أو الأماكن اللي عم تشتغلوا فيها حاليا؟ والله الحملة القادمة إن شاء الله راح تشمل أحياء واسعة أكثر، يعني في صلاح الدين، السكري، الأنصاري، هنانو، كرم ميسر، كرم القاطرجي، يعني هن 16 حي، ولكن هدول هون ذكرنا الكميات الأكبر. يعني باقي الأحياء بجوز فيه كميات أقل مثل كرم الجبل، ظهرة عواد، هدول كميات فيهم أقل شوي، ولكن يتم استهدافه إن شاء الله ضمن المشروع هذا. وممكن في إمكانية كبيرة لمشروع لاحق في 10 أحياء يتم دراسته حاليا، يعني الصاخور، بيدين، هالمناطق هاي ممكن
بالشيخ سعيد، يعني حسب المناطق والأهمية عن طريق البلديات والمحافظة هن اللي بيحددون وين أهم شيء، ونحن بنشتغل على الأساس. طبعا جهود مباركة ما شاء الله، يعني ما شاء الله. يعني الدفاع المدني ما قبل التحرير وما بعد التحرير ما شاء الله تصلون الليل للتحسين من الواقع والتخفيف من آلام الناس. كل الشكر لكم المهندس. هذا واجبنا وأهلنا، يعني بالنهاية عم نشتغل لأهلنا إن شاء الله. يعني جهود جبارة ما شاء الله. الله يبارك بجهودكم يا رب. كل الشكر لكم المهندس عبد الله الحسين، مسؤول برامج التعافي المبكرة في مديرية حلب، وجهودكم مباركة. بارك الله فيك أستاذ، الله يحفظك أستاذ زاهر. أهلا بكم. هلا مشاهدينا رح نروح لمحافظة إدلب نتابع تقرير عن آثار البارة المنسية، والتي لا زالت حاضرة بحجارتها وآثارها التي قاومت كل أنواع التدمير الممنهج يلي اتبعوا النظام البائد لتروي حجارتها قصص الصمود والتمسك في الأرض. للمزيد في المادة التالية. آثار بلدة البارة تعد من أبرز ما خلفته مدن الكتلة الكلسية، أو ما يعرف بالمدن المنسية في الشمال السوري، وتعود هذه الآثار إلى العصرين الروماني والبيزنطي، حيث كانت البارة مركزا تجاريا وزراعيا نابضا بالحياة. أهم ما يميز آثار إدلب المدن المنسية التي ازدهرت في القرن الرابع الميلادي، كما نلاحظ في مدينة البارة، حيث تم وجود الأديرة بالإضافة إلى المقابر الحجرية والمدافن الهرمية. وأهم ما يميز الآثار في جبل الزاوية هي سرجلة، حيث يوجد فيها المجمع الكنسي بالإضافة إلى المدافن والحمامات وبالإضافة إلى معاصر الزيتون. لكن الحرب التي عصفت بالمنطقة لم تترك حجرا في مكانه، فالقذائف والصواريخ طالت بعضا من هذه الكنوز التاريخية ودمرت أجزاء من معالمها العريقة. هذه البلدة تعتبر هي من البلاد المنسية، ولكن هي عايشة في قلوبنا في ضميرنا. هذا الآثار غالي علينا مثل ما هو غالي علينا أولادنا. إذا كل يوم الصبح والمساء جينا لعنده وشفناه ما بنحسن ننام، لأنه آثار جميل وآثار قديم، وهذا تاريخنا وتاريخ البلد وتاريخ أجدادنا. ورغم كل ما مرت به لا تزال آثار البارة تنبض بالحياة بين أطلالها، كأنها تهمس لحجارتها بألا تستسلم للغياب ولا تترك ذاكرتها فريسة للنسيان. نحن وسط واحدة من المدن المنسية التي تعد شاهدا حيا على حضارات اندثرت، لكن آثارها ما تزال تروي هنا، حيث تتعانق الحجارة مع التاريخ وتبقى الأسئلة معلقة: لماذا هجرت ولماذا نسيت؟ حسين الخالد، الأخبارية السورية، آثار البارة بريف إدلب الجنوبي. مستمرين مشاهدينا معكم بفقرات برنامجنا. وبكثير من البيوت بسوريا في شخص واحد ضل حي والباقي راحوا. في ناس طلعوا من تحت الركام أو نجوا من قذيفة أو هربوا من موت كان محقق. بس النجاة أحيانا ما بتكون خلاص، في شيء بيوجع أكثر من الجرح، اسمه ليش أنا نجيت وغيري مات. 100% هذا الشعور زاهر ما له ضعف أبدا. هذا شيء اسمه عقدة الناجي، حالة مرت وعم يمر فيها كثير من السوريين، خصوصا اللي عاشوا الحرب بكل تفاصيلها. طبعا لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن عقدة الناجي بصرنا نرحب بالدكتور عامر الحاج، اختصاصي في الطب النفسي. يسعد صباحك معنا دكتور. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيكم جميعا. اهلا وسهلا فيك. بالبدايه لو يعني نعرف عقدة الناجي بلغه مبسطه، ما هي عقدة الناجي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بداية ومبارك إن شاء الله هذا النصر لشعبنا وهذه الانطلاقة لهذا الإعلام الحر إن شاء الله. عقدة الناجي هذا المصطلح يعني تحدث عنه العديد من الأطباء النفسيين غالبا في فترة ما الحرب العالمية الثانية وما بعدها وما رافقها من يعني كوارث بشرية كانت
مثل ما حصل في معسكرات الاعتقال النازية ويعني القنابل النووية في اليابان في هيروشيما وناغازاكي. فلاحظ العديد من الأطباء النفسيين أن بعض الأشخاص الناجين من هذه الحوادث مروا بأعراض بالمعنى العامي كما ذكرتم، لماذا أنا نجوت وذهب باقي أفراد العائلة ضحايا؟ لماذا نحن نجونا والباقين على قيد الحياة؟ هذا الشعور بالذنب سمي survivor guilt، يعني الذنب الناجي أو ذنب الباقي. لماذا هذا الشخص بقي ويعني ذهب الآخرون ضحايا؟ فهو شعور وناحية نفسية يمر الشخص فيها بتغيرات نفسية على مستوى التفكير والسلوك، تظهر عليه أعراض الحزن، ربما العزلة، ربما أعراض تغيرات مزاجية، تقلبات مزاجية، شعور بالذنب، الشعور أحيانا أنه هو المسؤول عن هذه الحادثة، وشعور بكيف يستطيع أن يستمر بالحياة بعد هذا الذي حصل. الرد النفسي وما يسمى بالمصطلح العلمي التروما، الرد الكبير الذي يحصل عند التعرض لمثل هذه المواقف تنتج عنه تغيرات كثيرة. أحد أشكاله هو هذا الشكل، في حال كان ذهب معظم الأشخاص ضحايا أو معظم الأشخاص ضمن الأسرة وبقي شخص على قيد الحياة. طب دكتور، كيف ممكن نعرف أن الشخص المصاب بعقدة الناجي هو وصل لمرحلة عقدة الناجي، مو مثلا تأنيب ضمير بالحدود الطبيعية أو حالة حزن بحد الطبيعي يعني؟ تمام. هو الأمانة حاليا في مراجع الطب النفسي الحالية لا توجد معايير لتشخيص عقدة الناجي حاليا. سابقا كان توجد يعني موصوفة سابقا في المراجع القديمة فينا نقول، أو يعني قلنا مثلا عام 1980 أو بهذه الفترات، ولكن المراجع الحديثة يعني المصطلح لم يوجد. ما يوجد هو شو يسمى اضطراب الصدمة أو اضطراب الشدة ما بعد الصدمة فينا نقول باللغة العربية. مثل ما حكينا هذه الردود التي تحصل ويتعرض لها الإنسان ممكن أن تؤدي إلى أعراض نفسية بعد هذا الربط. فمن ضمن هذه الأعراض أو التغيرات التي تحصل أحد الأشكال هو شكل عقدة الناجي. كيف يتم تشخيصها؟ طبعا أول شيء يتم بداية إثبات وجود تعرض هذا الشخص لهذا الربط، يعني إثبات وجود تعرض هذا الحادث اللي هو كان مثلا ضمن مثلا قصف عشوائي، تم مثلا فقد معظم أفراد أسرته وهو الناجي الوحيد، فهو تعرض لهذا الربط بشكل واضح وظهرت عليه الأعراض بعد التعرض لهذا الربط، فمر بأعراض الشعور بالذنب، لماذا أنا حصل معي ذلك، لماذا أنا نجوت وهم ذهبوا، ثم التغيرات النفسية والتغيرات السلوكية التي تحدث وتستمر لمدة ليست فكرة عابرة لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، تستمر مدة طويلة نسبيا تقدر حسب حالة لحالة، نعم تختلف من شخص لآخر. وشدة الأعراض يعني تعيق عن العمل، تعيق عن العلاقات الاجتماعية، تعيق عن أداء السابق الذي كان يقوم به هذا الشخص قبل هذه الحادثة الراطة. تأثر على يعني حياته اليومية بشكل عام. طيب اليوم يعني الشيء اللي عايشوه السوريين خلال سنوات يعني حكم نظام البائد هي يعني ليست بالقليلة، التجارب اللي مروا فيها، اللحظات الأليمة. طيب قديش يعني نسب الانتشار لهي العقدة بين أهلنا السوريين؟ تمام، هذا سؤال جميل صراحة، لكن نحن حتى الآن لا توجد دراسات يعني كاملة أو معتبرة ممكن يعني نأخذ رقم دقيق منها. لكن إذا قارنا مع دراسات سابقة موجودة في مجتمعات أخرى تعرضت لظروف مشابهة، ركز على المجموعات التي تعرضت مثل هذه الحوادث، فالنسبة قد تصل في بعض الدراسات ل 30%، بعضها إلى 60%، وبعضها وصلها إلى 90% بصراحة. إذا أخذنا رقم يعني ما نبالغ ممكن يكون 30% تقريبا، هذه النسبة تقريبية. طبعا أقل أو أكثر هذا يتغير بظروف مختلفة، لكن هذه نسبة تقريبية. نتوقع في مجتمعنا السوري قد تكون موجودة نسبة قريبة من هذا الرقم. 30% من الذين يعانون من هذه العقدة. لا توجد دراسات سورية حتى الآن، ولكن رقم تقريبي مقارنة مع دراسات منشورة على ظروف مشابهة قد تصل الدراسات إلى هذا الرقم، فهو رقم تقريبي. طب دكتور، هون في سؤال يعني يخطر بالبال، شخص ناجي من قصف أو من موت محتم، ليش لحتى يصاب يعني بنوع من أنواع تأنيب الضمير؟ يعني هل حبا بأنه أنا كان لازم أذهب مع عائلتي؟ كيف هيك عم تصير؟ تمام، هذه الظاهرة النفسية يعني تختلف مدارس علم النفس أو الطب النفسي في تفسير هذه الظاهرة. لماذا هذا السؤال؟ هو سؤال وجيه طبعا. فبعض المدارس أو نظريات علم النفس تميل إلى أن المشاعر تتجه نحو الذات، المشاعر التي يحملها الشخص نتيجة هذا الحادث الراط من عدوانية ربما تكون مفروض أن توجه للخارج للانتقام مثلا،
لكن بعض الحالات يتم تحويل هذه المشاعر أو الدوافع النفسية إلى اتجاه الداخلي إلى الذات، فتظهر على شكل شعور بالذنب وأنه هو المسؤول، وشعور بعدم الرغبة بالاستمرارية، وشعور بهذه الأعراض اللي ذكرناها سابقا. فهذه أكثر النظريات التي تفسر هذه الظاهرة وفق هذا المبدأ صراحة، هو توجيه المشاعر والدوافع النفسية باتجاه الذات عوض عن تكون باتجاه الآخرين. طيب هل من الطبيعي أنه الشخص بعد ما يفقد حدا يصيبه نوع من أنواع الحزن؟ نعم. تمام. شو الفرق بين الحزن وبين الشيء اللي نحن عم نحكي عنه؟ تمام. الحزن الطبيعي طبعا هو شعور طبيعي أكيد، وهو لكل إنسان يمر بهذه الظروف. دائما الحزن الطبيعي يتناسب مع شدة الحادث شدة وزمنا، يعني الزمن متى سيبقى حزينا هذا الشخص الذي تعرض لهذا الموقف؟ ممكن 3 أيام، أسبوع، 10 أيام، 40 يوم مثلا، أو 6 أسابيع. أكثر من ذلك تبدأ تظهر أنه هذا الشخص هل لم يستطيع تجاوز هذا الربط، لم يستطيع أن يتعامل معه بشكل أو بآخر. فالمراجع الطب النفسي بأقل مرجع بيقول 6 شهور بصراحة. إذا شخص ما تجاوز خلال 6 شهور ممكن نعتبر أنه بلش يدخل بشيء ما عاد هو الحزن الطبيعي، يدخل بشيء مرضي. في مراجع بتقول لا، سنة، معنا سنة كاملة مع شدة أعراض. فممكن ناخذ أحد هذين الرقمين. فالتمييز بين الحزن الطبيعي والحزن المرضي أو اللي عم نذكره كعقدة ناجي ممكن يكون من خلال الزمن، مدة الأعراض إذا تجاوز 6 شهور أو سنة وفق أحد المراجع، وشدة الأعراض، درجة شدة الأعراض، انقطاع عن العمل، تأثر العلاقات الاجتماعية، وتراجع أداء الوظيفي. هذه النقاط. طيب لو تحكي لنا أكثر عن تأثر المريض بعقدة الناجي خلال حياته اليومية، يعني كيف ممكن يتأثر بالعمل مثل ما حكيت، أو بأكله شربه يوميا، كيف ممكن يتأثر؟ نعم، هي احنا ذكرنا أنه تظهر تغيرات مختلفة عن الناحية النفسية، على طريقة التفكير، على طريقة السلوك، طريقة الانفعال، تغيرات مزاجية تحصل، فتختلف حسب وضع كل شخص ودرجة معاناته من هذه الآثار. أمثلة بسيطة. يعني أمثلة ممكن أنه ينقطع عن العمل مثلا، هذا أمر مهم جدا، أنه يشعر بالعزلة مثلا، ما عاد لا يملك الرغبة في الانخراط بنشاطات اجتماعية، الخروج من المنزل، إقامة علاقات اجتماعية جديدة. طب هذا مو نوع من أنواع الاكتئاب؟ نعم، هو في ترافق بين أعراض الاكتئاب وأعراض يعني كثير ما نشاهد ترافق بين حالات المرتبطة بالشدات والصدمات التي ذكرناها مثل عقدة الناجي أو اضطرابات شدة مع بعض الربط مع الاكتئاب، يكون هناك ترافق كبير، حتى أن الشعور بالذنب هو أحد معايير تشخيص نوع الاكتئاب صراحة، خاصة الاكتئاب الشديد. طيب هل في فئات عمرية أكثر عرضة للإصابة بهي العقدة، مثلا نساء، أطفال، شباب، كبار سن مثلا؟ نعم، هو عادة بالإحصائيات صراحة أن يبدو أن الشريحة الأكثر تعرضا للردود هي شريحة الرجال، لأنها أكثر تعرض للردود، وليس لأنها أكثر قابلية تطوير هذه الأعراض. يعني مثلا الرجال هم أكثر وجودا مثلا على جبهات القتال، أكثر شهودا لحالات الاشتباكات والقصف، وهذا الأمر الذي قد ينتج عنه تعرض لرد أكبر صراحة، لكن وبالتالي قد تكون نسبة أكثر عند الرجال. ولكن في حال يعني حضرنا الأشخاص يتعرضوا كنساء ورجال وأطفال لهذه المواقف، فنسبة تطوير الأعراض عند الشرائح الأضعف اللي هي النساء والأطفال أكثر بكثير طبعا. فهي الفكرة النسبة متقلبة حسب درجة شدة تعرض كل شخص واحتمال تعرضه لهذا الرد صراحة. طيب النسب تميل أكيد بشكل أكيد أنه الشرائح الأضعف قابلية تطوير هذه الأعراض أكثر كالنساء والأطفال. شو هي خطوات العلاج النفسي اللي بترافق معالجة المريض بعقدة الناجي؟ تمام، صراحة هو العلاج النفسي أساسي بهذه الحالات أكثر من العلاج الدوائي. طبعا البداية يتم تقييم يعني على الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض أو ما يشبهها، أن يراجع الطبيب النفسي ليتم تقييم حالته بداية ووضع تشخيص دقيق لحالته. ثم هذه الخطوة الأولى التقييم. الخطوة الثانية هي البدء بالجلسات العلاج النفسي، وتوجد أنواع مختلفة من العلاجات النفسية بصراحة. أكثر شيء يطبق حاليا العلاج المعرفي السلوكي المركز على التعرض للردود، فيه هيك نماذج علاجية، والالتزام بجلسات هذا العلاج طبعا نحتاج أحيانا أسابيع لأشهر صراحة حسب درجة الالتزام والمتابعة. وإذا طبق هذا العلاج والتزم به نتوقع خلال يعني فترات العلاج أن يصل في النهاية إلى الشفاء والتحسن، وهي القاعدة. نتمنى يعني السلامة النفسية لجميع أهلنا السوريين. كل الشكر لكم دكتور عامر الحاج الاختصاصي في الطب النفسي، نورت أشراف سوريا اليوم. نشكرك كثير دكتور، نورتنا. وهلأ مشاهدينا رح نروح لنتابع واقع الأسعار في محافظة حلب، وبعدها راجعين.
في اسعار هالاسبوع اسعار كثير كويسه. بالنسبه لبندوره كانت هذيك الاسبوع 7 هلا ب 4000. الباذنجان كان ب 6 صار هلا ب 5. البصل 2000، كيلو بطاطا 3000 كان ب 5000. بندوره هذيك الجمعه اخذناها ب 8 هلا عم ناخذها ب 5. الباذنجان كان ب 8 ب 9 هلا عم ناخذه يمكن ب 4 ب 5. يعني عم ناخذ الخيار كان ب 5 صار الخيار هلا احسن خيار ب 2000 خيار عم تنقيتن خيار بلدي. التون كان صاروا شكل هلا نزل صاروا يعني حسب الموجود نوعين هو التوم. توم نوع كويس هلا كويس 5000. وين كنا ناخذه يعني قبل الجمعه كان 10000. يعني علبة السكر كان 9 مثلا اليوم 7.5. مثلا الرز كان ب 11 اليوم 9. عندك بالنسبه للزيت القلي هذا اكثر استهلاك الله بتعرف شلون؟ بالنسبه للزيت القلي مثلا كان 17.5 18 هلا اليوم مثلا 16.5. يعني كيس الفرق يعني الفرق بهذاك الاسبوع للاسبوع فيه عم بفرق كثير الاسعار. يعني عم تنزل الاسعار الحمد لله رب العالمين. بعد رفع العقوبات عن سوريا الاسعار اليوم ادنى بكثير من الاسبوع الماضي. يعني احنا عندنا عبوه السمنه كنا نبيعها ب 58,000 اليوم سعرها 53,000. كيلو السكر كنا نبيعه ب 9.5 اليوم 8. اسعار كسرت. برتقال كان 10 اليوم 8. جبل 17 اليوم 8000. فريز كان ب 30 اليوم 17 12. وأكيد مع فقرتنا التالية مشاهدينا يلي من خلالها رح نتوقف عند معاناة أهالينا في المخيمات ومدى تسهيل رحلة العودة لكل من يريد العودة لأراضيه ومنزله رغم كل الدمار. تماما دانا. ويعني إدارة المخيمات وبالتنسيق مع جهات ومنظمات حكومية وإنسانية عم يحاولوا تأمين كل ما يلزم لتسهيل رحلة العودة عودة كل مهجر إلى بيته. للوقوف على هذا الموضوع بصرنا نرحب بمدير مخيم كفر جنة حسن المحمد عبر الهاتف. هو موجود معنا. يسعد صباحك عبر الفيديو عفوا. يسعد صباحك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ زاهر. يسعد صباحك معنا بإشراق سوريا. لو تحطنا بأهم التحديات يلي عم تواجه أهالينا بالمخيمات، كيف عم يتم التعامل معها، إيجاد الحلول المناسبة لها وغيرها. أهلا سيداني، الله يبارك فيك يا رب. يا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالبداية بحب أبارك للشعب السوري العظيم النصر اللي حققه وتحرير البلد، وبشكر الإخبارية السورية على لفتة نظر الجهات الحكومية إلى المخيمات ومعاناة أهلنا في المخيمات. تحديات المخيمات يعني مجرد أنه في خيمة فهو تحدي كبير. يعني عائلة تعيش في خيمة لا تتجاوز 6 أمتار ب4 أمتار، تعيش فيها عائلة بالكامل، هي مطبخ، هي حمام، هي صحيح. غرفة نوم، بيت متكامل. فهي معاناة كبيرة وتحدي كان كبير أهلنا اللي عاشوا في المخيمات. نعم. بالإضافة عنا قلة الخدمات في المخيمات. يعني كثير من المخيمات ما فيها مراكز صحية، ما فيها مدارس. فهي الأمور زادت من معاناة أهلنا في المخيمات كثير. صار في بعض المنظمات دخلت على الخط وقدمت تسهيلات كبيرة وقدمت كثير من الخدمات لأهلنا في المخيمات، إلا أنه هذه التسهيلات والخدمات ما كانت كافية لأنه يعني توجد حل لأهلنا في المخيمات. بعدين دخلت الجهات الحكومية وبلشت بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية تبني بنسميه مأوى كريم. هو عبارة عن كتلة سكنية مؤلفة من غرفتين مصبوبين باتون، يعني خفت معاناة أهلنا. فانتقل كثير من أهل المخيمات للسكن في هذا المأوى الكريم، وتطور أمر المأوى الكريم وصار في شقق سكنية، فانوجد حل للحياة في الخيمة. ولكن بقي كثير من أهلنا في المخيمات تعيش في الخيمة. نعم. وما كفى يعني أستاذ حسن يعني المشاريع اللي صارت مشاريع السكنية ما كانت كافية لتنقل كل أهلنا في المخيمات صحيح. إلى السكن المبني بناء صحيح. بيتوني.
لو نحكي عن تفاصيل فرحة العودة، عودة أهالينا المهجرين لهي الدور يلي تم تجهيزها. هلا موضوع الفرح لا يمكن انه انسان يقدر يوصف الفرح بشكل كامل. يعني الفرح بلش عند اهلنا في كل سوريا، طبعا مو بس اهلنا في المخيمات، من بداية معركة ردع العدوان. صحيح. في فترة معركة ردع العدوان يعني الشغل الشاغل لكل أهلنا في سوريا هو الجلوس ومتابعة الأخبار لحظة بلحظة إلى يوم 8 كانون، يوم التحرير. صحيح. فكانت الفرحة عارمة والسعادة لا توصف أبدا أبدا. الحمد لله. أما أني أقدر أوصف السعادة بشكل كامل، لا يمكن أني أوصف السعادة، لأنه هي شعور كبير داخل الإنسان. أكيد، يعني هو لا يمكن تعريف السعادة، وخاصة عند أشخاص يمكن عاشوا 14 سنة يعني عانوا من حر الشمس وبرد الشتاء، وكانوا يعني عم يعيشوا الأجواء. أكيد 100%. فيعني عودتهم لبيوتهم حتكون من السعادة الغامرة خلينا نقول عليها. طبعا سيدانا، فرحة العودة يعني شعور لا يمكن وصفه أبدا. ما ممكن يقدر يوصفه إلا الشخص اللي عاشه. أكيد. نعم. طيب خلينا أستاذ حسن، خلينا نحكي عن التسهيلات المقدمة لأهالي المخيمات برحلة العودة، وشو دوركم بتذليل المصاعب أمام حركة رجوع المهجرين لأراضيهم. يعني هم أمام احتياجات كبيرة جدا، ماذا تقدمون لهم؟ طبعا بالنسبة لموضوع دورنا، نحن دورنا بسيط جدا بالنسبة لباقي الأطراف. يعني نحن كإدارة في المخيم، كل مخيم له إدارة. شغلة هالإدارة هي عبارة عن عملية تنسيق مو أكثر. نحن بننسق مع المنظمات الإنسانية، بننسق مع إدارة المخيمات. إدارة المخيمات والمنظمات الإنسانية بتنسق مع بعضها وبتبلش تجهيز لرحلات العودة. أيوة. فنحن بنطرح الفكرة بالمخيمات ومنجمع من أسماء الناس، بنسجل أسماء الأشخاص اللي حابين يرجعوا إلى بيوتهم، ومنقدمها للمنظمات، والمنظمات بتقوم بتأمين كل مستلزمات العودة من سيارات نقل وما شابه ذلك. حلو كتير. طيب هون يعني خليني أسألك سؤال، إذا بدنا نحكي عن عمليات الإخلاء اللي صارت بعد التحرير سواء 4-5 شهور، هي إخلاء سريع يعني من بعد التحرير لحديت اليوم، هل في عائلات عم تقيم لسه بالمخيمات لأسباب متعددة، مثلا مثل ما في خدمات أساسية بمناطقهم يلي بدهم يرجعوا لها، أو منزلهم مثلا مدمر بالكامل، ما في مراكز طبية، يعني أي شيء، أو ممكن مخاطر من مخلفات الحرب؟ هل في عائلات ما رضيت أنها ترجع وتضل بالمخيمات بغض النظر عن الأسباب أم لا؟ طبعا أنسدانا في لسه قسم كبير من أهلنا يعيش في المخيمات. بالإضافة للأسباب اللي ذكرتيها أنت، طبعا هو مو رفض أنه يتركوا المخيمات، لا. الناس أغلب الناس حاليا الموجودة في المخيمات مرتبطة بشيء مهم جدا اللي هو التعليم. نحن في نهاية العام الدراسي. صحيح. ما هو معقولة إنه العائلات ترجع تروح العام الدراسي على أبنائها إنه مشان الرجعة. فأغلب الناس موجودة حاليا في المخيمات عم تنتظر نهاية العام الدراسي والامتحانات مشان ترجع. طبعا ما بيخلى الأمر كمان من وجود مثل ما حكيتي قلة الخدمات وعدم وجود المراكز الصحية ومخلفات الحرب. طبعا هي بالإضافة ل قلت لك هو العام الدراسي، التزام الناس بالعام الدراسي. إذا بجوز يعني نشهد حملة عودة جديدة بعد انتهاء المدارس على ما أظن. صحيح. على الأغلب أنسدانا، على الأغلب بعد العام الدراسي رح يكون في حملة قوية أو قوافل قوية باتجاه العودة إن شاء الله. طيب كل الشكر لحضرتك سيد حسن المحمد، مدير مخيم كفر جنة في الشمال السوري.
كنت معنا من مركزنا بحلب، وجهودكم مباركة، ويا رب إن شاء الله نشهد قريبا عودة كل أهالينا في المخيمات، عودة عزيزة كريمة إلى دورهم ومنازلهم. أكيد، كل الشكر لك. هلا مشاهدينا رح نروح لمحافظة دير الزور للوقوف على معاناة أهاليها في التنقل عبر المعابر المائية بالتنقل بين ضفتي الفرات بسبب الدمار الذي لحق بجسور المدينة، وهذا الشيء أكيد سبب مخاطر عديدة أبرزها الغرق في الماء. تفاصيل أكثر بالتقرير التالي وراجعين. والله أنا أسولف لكم المعاناة سيئة جدا. بالنسبة للطريق الروحة والجاية سيئة جدا. قاعد بنروحها مصاري ونرجع مصاري، روحها 100 ونرجع 100، وعلقها مشلي ينطونا قد 1,600,000. شي ظل لنا مازوت تاكل جاد 600 700 ألف، وإنه مو ظل لنا شيء منها. والمعاناة سيئة جدا بالنسبة للمعابر. أهم المطالب اللي عندنا أنها تشتغل الجسور، هاي أهم عندنا المطالب، لأنه دح شوفت عينك هاي هي قدامك، يعني السيارة فاضية هسه من الجسر ما جاد يعدونه. احنا نقول هسه اذا جت سيارة محملة لا حول ولا قوة عادي من هنا، بس الفاضي ما جاد يعدونه. أهم شيء عندنا مطالب عندنا يكون الجسور. والله معاناة سيئة خالص من ناحية معابير، سيئة بنوب، خطورة شيء مو طبيعي. سيارات قاعدة تروح بالماي، رزق الناس راحت بالماي ما لقوها مسافة يجي 100 كيلومتر بالماي راحت، أطفال، بضاعة ناس، الرزق كلها تروح بالماي، كلها من وراء البركات. يعني نطلب يسوون الجسورة ويضبطون الطرق. والله تكلفة الطريق خسائر، تروح بالمصاري وترجع بالمصاري، كل راحة ورجعة بدك تدفع لك 100 200 حسب، وطريق صعب. يعني تركب يعني شوفت عينك دحق البرك دحق طامس بالمي، وانت وحظك، يعني احيانا تسلم احيانا ما تسلم حسب وضع الطرق. وصلنا معكم مشاهدينا للفقرة المنوعة يلي من خلالها أكيد بيتم اختيار مواضيع متنوعة بتهم الكثار من مشاهدينا وفيها المتعة. طبعا اليوم رح نسمع أخبارنا المنوعة من زميلتنا هيا اللي صارت معنا بالاستوديو. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. ونهار سعيد لكل المشاهدين عبر قناة الإخبارية السورية. جولة سريعة على أهم الأخبار المنوعة من موقع الإخبارية السورية. رح نتعرف من خلال افتتاح مركز خطوات للشباب في اللاذقية، ومشروع جديد في حلب لاستبدال خطوط المياه، وأخيرا عن حملة لإزالة الركام في ريف حما. وبنبدأ مع أول أخبارنا. تم افتتاح مركز خطوات للشباب في محافظة اللاذقية بمبادرة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع مجلس الشباب السوري. المركز يهدف إلى دعم وتمكين الشباب من خلال برامج تدريب مهني وتطوير المهارات الحياتية بما يتماشى مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل المحلي. وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وعودة المهجرين وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المجتمع. يعني مبادرة جدا مهمة، وأكيد يعني مشكورة كل الجهود على هذه المبادرات الجميلة، ومشكورة حرص الجهات المعنية دائما على دعم الشباب. من فترة كمان صار مؤتمر للشباب بحلب وأيضا بحما، وسلط الضوء على إمكانيات الشباب، فعن جد شيء بفرح القلب أنه عم يهتموا بالشباب السوري. مرحلة حساسة ومعطاءة. احنا طبعا نشكر جهودك لأنك عم تجيب لنا هي الأخبار الحلوة. هو المهم بالموضوع أنه إلى جانب الاهتمام بجهود إعادة الأعمار عم يتم
التركيز على إعادة تأهيل وتمكين الشباب اللي هو يعني جزء لا يقل أهمية عن إعادة الإعمار. هنا جزء أساسي أكيد ببناء وصناعة المستقبل. طبعا. ومن محافظة اللاذقية بننتقل لمحافظة حلب. أعلنت وزارة الطاقة عن إطلاق مشروع جديد لاستبدال خطوط المياه القديمة في منطقة المعادي بمدينة حلب. وأوضحت الوزارة أن تكلفة المشروع تبلغ 882 مليون ليرة سورية، ويهدف إلى تحسين في الأحياء التي تعاني من ضعف الإمداد والانقطاع المستمر. ويشمل المشروع استبدال القساطل القديمة من الفونت العادي بقطر 150 ملم بأخرى جديدة مصنوعة من الفونت المرن بقطر 400 ملم، ما يسهم أكيد في رفع كفاءة الشبكة. من المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 250 ألف مواطن، وتعتبر خطوة أكيد مهمة بتحسين البنية التحتية لمدينة حلب، ولا سيما في الأحياء التي عانت من أزمات المياه. كمان أكيد مشكورة كل الجهود، يعني جهود طبعاً جبارة عم يقوموا فيها، خصوصا موضوع المياه يعني عم نعاني كثير منه هالسنة، في شح بالمياه، وهلا نحن على أبواب فصل الصيف، فأكيد لازم يكون في وبينخاف يعني من الأساطيل القديمة إنه مثلا يكون في ينفجر مثلا شيء أسطل أو شيء أنبوب معين. صحيح. مثلا هو الأهم يعني يروح المي هباء منثورا. صحيح. ومن بعد الشكاوي العديدة من المواطنين بحلب فتم دراسة الموضوع ولقوا انه الحل هو الاستبدال الكامل. يعني حلوة الاستجابة اللي عم تصير كمان. صحيح. اكيد تعرضت مدينة حلب مثل ما بنعرف لكثير يعني تماما، فأثر على البنية التحتية. والماء أهم شيء، الأولى أنه يتم الحياة يعني تجديده 100%. شو رأيك زاهر؟ أنا عم بستناكم لحتى تخلصوا، بركي ما تركتوا لي دور. نحكي لا طبعا يعني إلى جانب اللي ذكرتيه هيا ودانا، أيضا الأنابيب القديمة يعني أكيد ملوثة، ما لا صحية بالمطلق تماما. فأنا جدا مهم أيضا من الناحية الصحية حرصا على سلامة المياه. نعم. وننتقل لآخر أخبارنا بالمنوعة لليوم. انطلقت قافلة تضم آليات ومعدات هندسية من وسط مدينة حماة باتجاه بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حماة تنبض من جديد بهدف إزالة الركام وفتح الطرقات المغلقة منذ سنوات. وذكرت محافظة حماة أن الحملة ستمتد لتشمل قرى وبلدات أخرى في الريف الشمالي تمهيدا لإعادة تأهيل البنى التحتية وتهيئة الظروف لعودة الحياة تدريجيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لدعم عودة الأهالي وتوفير بيئة خدمية تساهم في استقرارهم. أخبار جميلة اليوم. يعني اليوم أنت أخبارك عنوانها إعادة الإعمار، تماما، تمكين شباب، مياه، وهلا إزالة ركام. ما شاء الله، جميل جدا. اكيد كثير حلو. يعني الواحد بيتفائل وبيستبشر، خصوصا بالاخبار الصباحيه اللي عم تصير، لما بيشوف انه لما عم يكون في ركام باي مكان الاشخاص المواطنين يعني بيتواصلوا مع الجهات، فيعني حتى اهالي المدينه هنا عم يساعدوا ايضا يعني عم بيصير في استجابه كمان. نعم. فان شاء الله يا رب كل المحافظات السوريه بنشوفها باحسن حال. الشكر لك هيا لكل اختياراتك. وهلا مشاهدينا رحلتنا الصباحية وصلت لمحطتها الأخيرة مع تعليقاتكم ومشاركاتكم حول سؤال حلقتنا لليوم يلي بيقول: كيف تتعاملون مع ترشيد استخدام المياه بالتزامن مع بدايات ارتفاع درجات الحرارة؟ كيف تتعاملي يا هي مع ترشيد؟ بعدم التبذير أكيد. يعني ضرورة اليوم أكيد ننتبه، لأنه الماء حياة مثل ما حكينا، ويعني لازم نرشد أكيد من استهلاك المياه. أنا عن نفسي بصراحة عم بطلب صايرة من بس روح مثلا على قهوة أو مطعم أو شيء، خصوصا ما تكوني شخصين مثلا، فبطلب إني أخذ قنينة صغيرة مو قنينة كبيرة. تماما. والباقي عم باخده معي على البيت، حتى لو بدي استفيد منه بفنجان قهوة. جميل. بس إنه أو أسقي في شجرة، بس أحسن ما يضل. هذا الوعي مطلوب والله. جميل. 100%. نبدأ بالتعليقات. خلينا نبدأ معك هيا. أحمد الحسن علق: بتقنين وعدم هدر الماء بدون فائدة. أكيد بنوجه له تحية. هدي الفلاح كتبت: بنتحمم على البخار وننظف البيت برشاشات المي. ممتاز، برافو ما شاء الله. طبعا خالد الأحمد بيقول: إجباري بده يزيد استهلاك المياه بالصيف. صح إجباري، بس ولكن نحن بدنا يعني نرشد باستهلاكنا للمياه يا خالد. معاوية كمان علق: استخدام عند الضرورة وبالتقنين وعدم الإسراف. محمد كتب لنا:
كلوا واشربوا ولا تسرفوا. من مختصر الأخير مفيد. جايبها. تماما. أحمد الرحمون: يجب التدبر في إسراف، حتى ما يصير في إسراف، والمحافظة على المياه. نعم. كمان أمينة علقت: يجب المحافظة على الماء. ميار أحمد كتب: تقنين الماء وعدم الهدر بشكل مفرط. أكيد يعني لازم ما نهدر، يعني أحيانا بيتطلب للأمانة تكوني مثلا عم تنظفي شيء كذا، بس كتير حلو شو بيقولوا يعني ترشيد، ننتبه الترشيد، خصوصا غسيل السيارات اليوم. صحيح. أو هي الأمور اللي ما لها كتير ضرورية أو فينا نقتصد كتير. يعني في كثير من الكماليات اللي ممكن تماماً. الواحد يعني يتجاوزها يستخدمها. تماما حتى يوفر قدر الإمكان من المياه. محمد القدور قال: ترشيد استخدام المياه والتأكد من إغلاق الصنابير بشكل جيد. طبعا هي كانت مشاركاتكم مشاهدينا وتفاعلاتكم على سؤال الحلقة. أكيد نحن بانتظار أيضا مشاركاتكم وآرائكم على سؤال حلقتنا لبكرة يلي بيقول: كم ساعة توصلكم الكهرباء يوميا بمناطقكم؟ نعم. يعني سؤال أظن بقى بده يكون يضرب. تمام. لأنه كل يومين في تفاعل أكيد. تماما. أكيد. يعني بدنا نتشكر المتابعين أكيد، وناطرين تفاعلكم معنا بسؤال حلقة بكرة لحتى نقرأ تعليقاتكم الحلوة عبر برنامجنا إشراق سوريا. كل الشكر لكم، نتمنى لكم يوم سعيد وأكيد مليء بالشيء يلي بتحبوه. نعم. إلى اللقاء. كل الشكر لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامجنا إشراق سوريا. نلقاكم بكرة بحلقة جديدة، مواضيع جديدة، فريق عمل جديد. إلى اللقاء. تذكروا مشاهدينا أنه كل يوم هو فرصة جديدة، وأكيد ناطرينكم بكرة بنفس التوقيت 9 صباحا عبر شاشة الإخبارية السورية. تبقوا بألف خير. إلى اللقاء.